الكهرباء البرتغالي بهذا اللقاء هنا بملعب الزوراء يحتضن هذه المواجهة من خلال مباراة اليوم. كتيبة المدرب الميناء بابلو غرانديز الاسباني بالحراسة عبد السليم حماد، جيرالد تاركورا، وحسين عامر، عباس ياس، حيدر سالم حميد، علي حميد، وروبن لوفيلو، وأيضا كيسيندا، وكذلك علاء عبد الزارة، وأيضا مانويل كورنالدو، مهند عبد الرحيم. هي تشكيلة نادي الميناء انتقال لتشكيلة المدرب ولي كريم لكتيبة الكهرباء. بالحراسة محمد عباس، بينما خط الدفاع علي، خالد ستار، جبار، حسام، كاظم، خضر، علي، حيدر عبد الكريم، مرتضى هديب، أحمد عايد، وكذلك محمد سويعيد، نهاد محمد، منتظر عادل. تشكيلة نادي الكهرباء. عادت هناك الكرة وانطلقت هناك عدة غيابات بصفوف الفريقين. بالنسبة لنادي الميناء مسلم موسى وكرار جعفر التحق مع منتخب الشباب، غياب سومر الماجد، وأيضا هناك أمور فيصل وسجاد خليل بصفوف نادي الكهرباء. هذه انقطعت الكرة هنا بمنتصف الملعب لمصلحة نادي الكهرباء. نادي الكهرباء خسر مباراته الماضية أمام نادي الحدود بهدفين مقابل هدف، بينما نادي الميناء بعد التعادل أمام نادي تهوك بهدف مقابل هدف لحساب الجولة السادسة عشر، واليوم يلعب مباراته السابعة عشر في دوري نجوم العراق. هو فاز ب5 مباريات وتعادل ب5 مباريات وخسر 6 مباريات، بينما في الجهة الأخرى نادي الكهرباء فاز ب4 وخسر 6 وتعادل ب6. الكرة بوسط الملعب كان واضح بالصورة. بابلو غرانديز الاسباني مدرب نادي الميناء للسفانة، انتقلت الكرة بوسط الملعب. هذه تعود خطأ، هناك صافرة وحكم المباراة يشير لوجود خطأ. هذا هو للاعب هنا نهاد محمد القادم من الطلبة، لعب للطلبة والكرخ ونفط ميسان، واليوم يشارك كلاعب أساسي بتشكيلة المدرب ولي كريم. تعود الكرة عند اللاعب ستار، من ستار عادت هناك بنقلة وصلت لخضر، من خضر بمنتصف الملعب لمصلحة نادي الكهرباء. تتهيأ الكرة ومرور بهذه الكرة ونقلة عدت للأمام هناك من أحمد عايد، بينما الكرة قريبة عند المدافع حسين عامر، لعب لنفط ميسان وعاد للميناء للسفانة مرة أخرى بهذا الموسم. هناك الكرة قريبة عند اللاعب عباس إياس من الأسمراني، طالت إلى خارج أرضية الملعب وأبعدت من أمام اللاعب محمد سويعيد. سويعيد لعب للحدود والطلبة الموريتاني، وينتقل لنادي الكهرباء قادما من الحدود. وكذلك الواضح بالصورة هنا اللاعب لوفيلو، لقطة الماضية هو اللاعب كيسيندا. هذه تعود عند الحارس محمد عباس، لعب للكرخ والنفط والكهرباء وعاد كذلك للكهرباء مرة أخرى. تعود الكرة عند اللاعب خضر علي، من خضر علي نقلة بوسط الملعب بتمريرة أمامية، عباس وبالراس انقطعت هنا لتعود بمحاولة أخرى بمنتصف الملعب من مهند عبد الرحيم، انقطعت لعلاء عبد الزارة يحاول، بينما هناك خطأ وصافرة حكم المباراة. لوفيلو يطالب حكم المباراة ومرتضى هديب. اللقطة الماضية الحكم سجاد خالد، حكم درجة أولى يضبط هذا اللقاء من الحكام المميزين في دورينا، وبعد الاشتراك ما بين لوفيلو روبن لوفيلو ومرتضى هديب باللقطة الماضية كانت صافرة حكم المباراة حاضرة. هذه نقلة طويلة مرت هنا للأمام لمصلحة الكهرباء، وعبد سليم حماد متواجد. عبد سليم لعب لأمانة بغداد والكرخ وعاد للميناء مرة أخرى بنقلة بمنتصف الملعب. هناك هل تلعب الكرة أمامية باتجاه اللاعب لوفيلو أم تعدي كيسيندا؟ مرة هنا تأتي العرضية من علاء عبد الزارة اللاعب الخبرة، وغادرت أرضية الملعب بركنية للسفانة.
للميناء. هل ستبحر سفينة الميناء هنا بملعب الزوراء وتعود للبصرة ب3 نقاط من خلال هذا اللقاء، أم تكون هناك كلمة لفريق الكهرباء؟ نشاهد ونتابع. عباس ياس على التنفيذ، ملعوب الكرة من عباس بنقله هنا الارتقاء لمحمد عباس، يلعب محمد بمنتصف الملعب، عدت هناك ولتعود عند اللاعب حميد علي. حميد علي من حميد علي، هذه وصلت الآن وبنقله هي تعدي مستمرة. هناك المرور منتظر، يحاول الآن من اللاعب منتظر عادل وإلى خارج أرضية الملعب. كرة طالت إلى خارج أرضية الملعب، لا شيء للميناء ولا شيء للكهرباء من خلال هذا اللقاء، واللقاء ال17 تاريخيا يجمع الميناء والكهرباء عند عدة مواجهات خلال الفريقين. فاز الميناء ب5 مواجهات وفاز الكهرباء ب5، وحضر التعادل ب6 نقاط خلال مواجهات الفريقين. على التنفيذ بهذه الكرة نهاد، هذا هو نهاد محمد على التنفيذ بهذه الكرة الثابتة الركنية، الآن ملعوبة من نهاد وللأمام يأتي الإبعاد من اللاعب جيرالد، أبعدها تاكوارا، أبعد الكرة الماضية، هذا زيمباوي بلقطة تعود عنده هنا من المدافع، تمضي حيدر عبد الكريم. حيدر عبد الكريم لعب لنادي القاسم وانتقل للكهرباء لتعود هناك مرة أخرى بنقلة بمنتصف الملعب. حيدر أعاد الكرة من حيدر هناك لمرتضى هديب، وبنقلة تأتي من اللاعب ستار، أدت الكرة وأماميا انقطعت من عباس، ونقلة للأمام لمصلحة نادي الميناء عن طريق اللاعب مهند عبد الرحيم. الخبرة ما بين مرتضى هديب وصافرة هنا، والخطأ لمصلحة اللاعب مهند عبد الرحيم. مهند عبد الرحيم في آخر مباراة سجل في شباك نادي هوك، وأيضا هو اللي سجل أيضا في مباراة النجف ونادي الميناء، وسجل في مباراة نفط البصرة. اللاعب مهند عبد الرحيم واحد من الأسماء الرائعة، واحد من الأسماء الكبيرة في دورينا، بعد ما انتقل لهذا الكيان العريق، لهذا الفريق الكبير لنادي الميناء. وهنا الجماهير المتواجدة بملعب الزوراء حضرت من البصرة لكي تساند نادي الميناء من خلال هذا اللقاء أمام البرتغالي هنا نادي الكهرباء. السلامة هي هذه المباراة تشاهد وتتابع، لا بد أن تأتي الأهداف، لا بد أن تحقق النقاط. الكابتن ولي كريم أشرف على تدريب نادي نوروز وانتقل لتدريب نادي الكهرباء من خلال هذا الموسم ومن خلال مباراة اليوم. في مباراة اليوم نعم يريد أن يرتقي بسلم الترتيب نادي الميناء من خلال هذه المباراة، وكذلك نادي الكهرباء مطالب بأن يحقق 3 نقاط. فهل ينجح بالعبور من خلال هذه المباراة أمام نادي الميناء، أو تكون العودة للبصرة ب3 نقاط من خلال مباراة اليوم؟ السلامة لمهند عبد الرحيم، سلامة اللاعب مهند عبد الرحيم. وباللقطة الماضية واضح هناك المساعد الأول لحكم المباراة أحمد سلام، أيضا حكم درجة أولى، وكذلك مصطفى عبد الرزاق المساعدين لحكم المباراة. خلال مباراة اليوم انطلقت هذه الجولة نعم أحبتي منذ يوم الثلاثاء، لعبت مباراتين. أربيل تغلب على النفط، والزوراء تغلب على نفط ميسان بهدف مقابل لا شيء، وأربيل تغلب بهدفين دون رد. بينما بالأمس نوروز تعادل أمام القاسم بهدف لمثله. الطلبة تغلب على كربلاء بهدفين. نفط البصرة في الوقت القاتل تغلب على نادي ديالى، وتهوك تغلب على القرمة ب3 أهداف مقابل هدف. كذلك بهذا التوقيت الكرخ يواجه الحدود، والميناء هنا بمواجهة الكهرباء بعد هذه مباراة زاخو والنجف، ومن ثم القوة الجوية أمام الشرطة. يبقى في صدارة الترتيب نادي الزوراء، ويليه أيضا الطلبة الذي احتل المركز الثاني. نعم ينتظر مؤقتا مباراة نادي الشرطة والقوة الجوية. هذه كرة تعود هنا بنقلة، وعادت من جيرالد تكوارا، أعاد تلك الكرة عند الحارس عبد السليم.
من عبد السليم، نقلا للمدافع حسين عامر، وعادت بمنتصف الملعب لمصلحة الميناء للموج الأزرق. فعدت هناك عند الميناء محاولة الوصول لمرمى الحارس محمد عباس والارتقاء من أجل البحث عن الهدف الأول في هذه المباراة. فهل ينجح هنا الكرة عند اللاعب مانويل برناردو؟ يحاول بهذه الكرة، عادت وبنقلة من علي خالد. علي خالد يلعبها من علي يا خالد، مرت كرة لنهاد، انقطعت وإلى خارج أرضية الملعب. وبعدت الكرة الماضية ما بين اللاعب لوفيلو روبن لوفيلو كونغولي باللقطة الماضية. نعم الغابون، وبهذه اللقطة تعود عند اللاعب خضر هناك بلمسة عدت وللأمام، لا زالت مستمرة، تعود الكرة تنقطع، بل المرور بهذه الكرة من مهند عبد الرحيم، يلعب لي على عبد الزارع، عادت من الخبرة جيرالت يحاول، وعاد الكرة هناك من حيدر سالم، نقلة مرت لحميد علي ولكن انقطعت هناك من حسام. عدت الآن، يمضي بهذه الكرة والمرور لمصلحة الكهرباء، يحاول بأن يتخطى دفاعات الميناء حسام كاظم، وانقطع حسام إلى خارج أرضية الملعب. يا حسام كاظم لعب الزراء، لعب الشرطة، نفذ وانتقل للكهرباء في هذا الموسم. عدت هناك وبنقلة تعود ستار جبار، هذا ستار جبار من ستار جبار، وبنقلة بمنتصف الملعب من مرتضى هديب، هي عدت هل تصل لمنتظر عادل، الابعاد ياتي من عبد السليم حماد، وبنقلة بهذا الاسلوب اغلب الكرات طويله تلعب بهذا الاسلوب الواحد في المباراه، وشاهد الكرات الطويله تاتي من كهرباء، وهنا تعامل بطريقه اخرى من قبل لاعبي نادي الميناء، بل انقطعت في منتصف الملعب. محمد سويعيد بتمريره خاطئه من محمد سويعيد بعد ما وصلت لعبد السليم حماد، يلعبها هناك من عبد السليم لعباس، مر يا عباس وعدت لحميد علي، حميد يحاول، حميد علي، حميد ماشي بالكرة يا حميد، وتأتي العرضية هنا من حميد عند الحارس محمد عباس، من محمد عباس مرت الآن ولا زالت الكرة بهذه التمريرة من أحمد عايد، عايد يلعبها لنهاد، أو هذا لا منتظر عادل، هذا منتظر عادل يحاول ويعيد الكرة هناك لأحمد عايد، من أحمد عايد بنقلة، والكرة وصلت عند اللاعب لوفيلو من روبن لوفيلو بوسط الملعب لعلاء عبد الزارع، يتراجع لمنتصف الملعب، يستلم ويسلم ويمرر الكرات هناك لعباس. هناك سقوط أحد اللاعبين على ما أعتقد أحمد عايد، لاعب سقط أرضا. لقطة الماضية سلامة اللاعب، سلامة أولا للاعب ونهاد محمد في أولى مبارياته مع نادي الكهرباء، انتقل من نادي الطلبة. شاهد بعد هذا التدخل ما بين اللاعب روبن لوفيلو واحمد عايد، تدخل بالكرة الماضية حتى الآن، والتعادل مستمر ما بين الميناء والكهرباء من خلال هذا اللقاء. أحبتي لا زلنا نشاهد ونترقب هل تكون 3 نقاط بجوبة المدرب جرانديس الاسباني بابلو مدرب نادي الميناء، أم ستكون بجوبة المدرب ولي كريم بهذا اللقاء من خلال هذه المباراة. هي وصلت هناك الكرة، عدت عند حسين يلعبها لها، وين انقطعت من مرتضى لحيدر عبد الكريم، وتعود الكرة مينائية هنا للسفانة عند اللاعب كيسيندا، يحاول الآن، هذا هو كيسيندا يلعبها، وعند من كيسيندا عادت مرة أخرى مانويل رونالدو، وتعود مرة أخرى هناك محمد سويعيد، دوران بالكرة بمنتصف الملعب لمرتضى هديب، هديب للكهرباء، هديب للكهرباء، وعلاء لا، علاء يقول له لا يا مرتضى هديب. قطعت الكرة الماضية، وعلاء ارتكب خطأ بهذا التدخل، وكانت صافرة متواجدة من حكم المباراة، والخطأ لمصلحة اللاعب مرتضى هديب. لعب لنوروز، أيضا لعب للكهرباء، وعاد الكهرباء مرة أخرى، لعب للنجف ونفط ميسان، وغادرت أرضية الملعب. كرة تغادر أرضية الملعب بالإبعاد من حسين عامر. حسين عامر أبعد الكرة، المدافع لنادي الميناء البصراوي بتلك الكرة، عادت لعباس، من عباس إياس بنقلة لعلاء عبد الزارع من الخبرة وصافرة حكم المباراة تشير وجود خطأ
قائد الكتيبة الزرقاء وللموج الأزرق، هذا الفريق الذي يريد أن يبحر هنا بملعب الزوراء ليعود هناك للبصرة الفيحاء ب3 نقاط من خلال مباراة أمام نادي الكهرباء. بينما ضغط الكهرباء لابد أن يرتفع من خلال هذا اللقاء ويريد أن يرتقي بسلم الترتيب، ولا بد أن يرفع من فولتية المباراة لكي يسجل هدف. هم كذلك يطمحون لتسجيل الأهداف بمثل هكذا مباراة، ونحن نأمل أن نشاهد هدف بهذه المباراة. إذا كان للكهرباء أو إذا كان للميناء، فأكيد إذا جاء الهدف الأول في المباراة أكيد سيحرك المياه الراكدة لهذا اللقاء. حتى الآن تشاهد هجمة تعود من الكهرباء وتنقطع من دفاعات الميناء، تأتي بالإبعاد ومن ثم يكون بناء الهجمة لنادي الميناء، وتواصل الهجمات ما بين الميناء والكهرباء، والشباك نظيفة بالنسبة للحارس عبد السليم حماد وأيضا لمحمد عباس في تلك النقلة التي غادرت أرضية الملعب. هذا ستار جبار، ستار، وهنا روبن لوفيلو أعاد الكرة بوسط الملعب. حميد علي تعود لحيدر، نقلة وصلت هنا باتجاه اللاعب مانويل لعباس، من عباس للوفيلو، أعاد بمنتصف الملعب حيدر سالم، عطار مر، عدى بالكرة لعلاء، علاء عبد الزارع، نقلة تأتي مانويل، يلا مانويل، والكرة عند الحارس محمد عباس. مانويل برنالدو باللقطة الماضية، تلك العرضية تلك التصويبة التي وصلت هناك عند علي من علي خالد، ولعلي تعود لعباس. عباس ارتدت الكرة بأحمد عايد وغادرت أرضية الملعب، تغادر أرضية الملعب جانبية لمصلحة نادي الميناء. من علاء أعاد الكرة لعباس إياس، يا عباس، هناك جيرالد أعاد الكرة للحارس عبد السليم، وتعود من عبد السليم لعباس بهذه الطريقة عند المدافع جيرالد يعيدها لعباس، كرة لا زالت تحت أقدام لاعبي نادي الميناء. حيدر سالم حول الكرة هناك للجهة اليمنى، تمضي بأقدام اللاعب حميد، وعدت لا جديد، مر حميد، لا جديد، عدى حميد، ولا زال هناك يسيندا يحاول بهذه الكرة، تأتي بالعرضية وهنا بالرأس مهند، وإلى خارج أرضية الملعب يا مهند عبد الرحيم. بعد المرور، بعد أن استلم كيسيندا من اللاعب حميد علي وعد بتلك الكرة، ولكن بتلك الراسية من مهند التي ضاع. الشاهد حميد سلم الكرة لكيسيندا وهو من عد، هو من مر بهذه الطريقة. الشاهد جاءت بالعرضية، لكن هنا براسية اللاعب مهند التي غادرت أرضية الملعب. وشاهد حتى هذه اللحظات تعادل مستمر ما بين الكهرباء والميناء بتبادل هذه الهجمات. نظرات للمدرب رانديز هنا بتوجيهاته من خلال هذا اللقاء. ذكرنا غياب اللاعب كرار جعفر ومسلم موسى التحقوا مع منتخب الشباب، بالتوفيق إن شاء الله لطاقاتنا الشبابية مع منتخباتنا الوطنية. وهناك أيضا موري فيصل، وأيضا غياب اللاعب سجاد خليل، نتمنى له الشفاء العاجل، لاعب نادي الكهرباء. مصاب هذه الكرة، عدد منتظر عادل يحاول عباس يترك هذه الكرة تغادر أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. وشاهد بعد ما غادرت أرضية الملعب وبطاقة صفراء تشير من حكم المباراة سجاد على اللاعب منتظر عادل، تلقى البطاقة الصفراء الأولى في المباراة. حذرنا من ارتكاب الأخطاء حتى لا نشاهد البطاقات الملونة في هذه المباراة. بعد تلك العرقلة كان يطالب حكم المباراة بخطأ، لكن بهذه الكلمات التي أدت بحكم المباراة بأن يعطي البطاقة الصفراء للاعب منتظر عادل. مشاهد أحبتي نترقب وننتظر، خلاص هناك من ينتظر وأحدهم يقول بعد الانتظار وإذا طال الانتظار سيكون هناك فرج وانتصار
فالانتصار بهذه المباراة هل يكون لصاحب الأرض لكون نادي الكهرباء بملعب الزوراء يعتبر الملعب الافتراضي، وعد كيسيندا بهذه الكرة والعرضية على عبد الزهراء، وهنا لا لوفيلو عادت عند اللاعب مانويل وبتصويب رائعة عادت هناك صافرة، وهناك خطأ باللقطة الماضية مع تسديدة اللاعب حيدر سالم بتلك اللقطة. شاهد هنا الإعادة لهذه الكرة بعد مرور اللاعب كيسيندا باللقطة الماضية، وتهيأت هناك من علاء عبد الزهراء، حاول بهذه الكرة اللاعب مانويل وسدد بقوة اللاعب حيدر سالم بعد ما انقطعت، وعادت الآن الميناء حتى الآن يحاول الوصول لمرمى الحارس محمد عباس ليكسر شفرة هذا الحارس ليخترق هذه المنظومة الدفاعية لنادي الكهرباء. بعدة محاولات حاولوا الوصول، لكن دائما ما يكون هناك إبداع أو إبعاد من المدافعين، وبهذه اللقطة تعود هناك هل يخترق نعم منظومة الميناء سويعيد، وهناك نهاد محمد، وعند أيضا منتظر عادل بهذه النزعات وبهذه المحاولات التي تصل. هنا مانويل بهذه العرضية، ولكن هنا ستار أبعد ستار يا جبار، أبعد الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب، فكرات تهدر بفرص مبعدة ومحاولات استمرت تأتي من اللاعب كيسيندا من الجهة اليمنى، وهنا عند اللاعب مانويل بهذه المحاولات. ستار أعاد الكرة لمحمد عباس، نقلة من محمد عباس هناك باتجاه اللاعب ستار، تعود من ستار يلاعب الحارس ستار، والكرة هناك بمنتصف الملعب انقطعت الآن، ممكن عند اللاعب عباس ياس، نقلة من عباس ياس لعلاء، هذه المرة علاء جول للموج الأزرق، للسفينة الزرقاء وقبطانها علاء، للسفينة الزرقاء وقبطانها علاء عبد الزهراء، للسفانة من البصرة إلى بغداد، علاء عبد الزهراء يسجل أول أهداف المباراة لنادي الميناء. علاء عبد الزهراء اللاعب الخبرة يسجل الهدف الرائع بطريقة جميلة، بطريقة رائعة، أسكنها الشباك وسجل أول أهداف المباراة لنادي الميناء. تهيأت بتلك الرأسية من مهند عبد الرحيم لعلاء عبد الزهراء، حطها في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس محمد عباس، والهدف الأول الجميل لنادي الميناء من علاء عبد الزهراء، يسجل أول أهداف المباراة، وسجل في شباك أربيل، واليوم يسجل في شباك الكهرباء. أول أهداف المباراة لنادي الميناء من علاء عبد الزهراء، هدف للميناء لا شيء للكهرباء. الفريق الضيف يتقدم عن طريق اللاعب الخبرة علاء عبد الزهراء، لعب للعديد من الأندية الكبيرة ومنها الجماهيرية في دورينا، ولعب للقوة الجوية، لعب للزوراء، لعب للزوراء، لعب للشرطة وأربيل توك، ولعب اليوم للميناء، واحد من أنديتنا العريقة في دوري نجوم العراق. هذا الكيان الكبير، نادي اللي تأسس عام 1931 نادي الميناء، وتشاهد يضم أسماء كبيرة من النجوم، من اللاعبين اللي مثلوا المنتخبات الوطنية والأندية العراقية الكبيرة. فهذه الكرة وصلت هناك، عدت لتعود مرة أخرى. شاهد بهذه المحاولة سويعيد يحاول، ممكن أن يكون مرتضى هديب بالتعادل. جيرالد عادت الكرة مرة أخرى، لوفيلو، روبن لوفيلو يلعبها باتجاه اللاعب مانويل عدى بالكرة وبنقلة عند الخبرة علاء عبد الزهراء، هناك باتجاه اللاعب كيسيندا، مرت لحميد يحاول الآن، هل تكون تمريرة حميد عند اللاعب كيسيندا، والإبعاد يأتي إلى خارج أرضية الملعب. كرة غادرت أرضية الملعب. سلامة اللاعب حسام كاظم، سلامة لحسام كاظم بهذه الكرة، وبتدخل اللاعب كيسيندا ما بين
كيسيندا وحسام كاظم بعد ما غادرت أرضية الملعب، وتقدم نادي الميناء بهدف. حسام يشكو من الإصابة، سلامة لحسام كاظم، سقط أرضا. وتشاهدون لعب كيسيندا يعطي توجيهات لزملائه، يقول كان أن تمرر الكرة أسرع من ذلك بكثير حتى أستطيع اللحاق بها وحتى أتمكن من التمرير لزملائي. هذا على ما يبدو ما يدور في أذهان اللاعب كيسيندا. وهنا توجيهات المدرب غرانديز، يقول الانسجام عند الهجمات، لا تعطي المساحات ولا تفتح المنظومة الدفاعية أمام الفريق المنافس بهذه المباراة. لابد أن تكون قريب من المهاجم يا جيرالد. هذا ما يتحدث به المدرب غرانديز، يقول عند الهجمات المرتدة التي يفتعلها لاعبي نادي الكهرباء لابد أن يكون الانضمام، لابد أن يكون الانسجام، لابد أن يكون هناك قطع للطريق أمام اللاعب سويعيد ونهاد ومنتظر عادل. فثلاثي مميز هذا عندما يواجه دفاعات الميناء، يريد أن يخترق تلك الشفرة ويصل لشباك عبد السليم حماد لكي يعدل نتيجة المباراة. وهذا ما يسعى من أجله نادي الكهرباء، بأن يعدل نتيجة المباراة بعد التأخر بهدف. وهل يفعلونها نادي الكهرباء ويعدلون نتيجة المباراة كما فعلها نادي الميناء وافتتح التسجيل عن طريق اللاعب علاء عبد الزارة، فهو يزج بخط الهجوم هناك بتحركات اللاعب كيسيندا ومهارة اللاعب مانويل، وبالثنائي الأمامي علاء عبد الزارة ومهند عبد الرحيم. هذا ما يلعب به المدرب غرانديز الإسباني. فمرت الكرة استقرار واضح من قبل المدرب غرانديز لتشكيلة الميناء من خلال هذا اللقاء. بل وصلت الكرة، هنا تأتي العرضية وهنا تتهيأ بعد يأتي بالراس تتخلص، وحيدر سالم قريب بهذه الكرة بين اللاعب حيدر عبد الكريم، وهناك الخطأ ما بين أحمد عايد وبطاقة صفراء أخرى تشهر بالمباراة. البطاقة الصفراء في هذه اللحظات على اللاعب حيدر سالم في اللقطة الماضية بهذا التدخل ما بين حيدر وأحمد عايد، وتلقى البطاقة الصفراء بعد ما أيضا أشهرت البطاقة الصفراء على اللاعب منتظر عادل منذ دقائق مضت. وهذه البطاقة على اللاعب أحمد عايد. ستار جبار يلعب ستار بنقلة عند اللاعب مرتضى أو لنهاد، نهاد محمد من نهاد يلعبها لأحمد بنقلة، هناك عدت مرتضى من خضر علي، ونهاد يحاول حتى الآن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. غادرت أرضية الملعب، الإبعاد كان من عباس إياس البصراوي. أضعت تلك الكرة الماضية تعود لخضر علي، خضر تتخلص، خضر علي لعب للزوراء والشرطة والطلبة، وتعود الكرة مرة أخرى من خضر هناك بنقلة مرتضى هديب، وصلت بمنتصف الملعب ملعوبة من حيدر عبد الكريم. حيدر بأقدام اللاعب منتظر عادل، منتظر يا عادل يبحث عن التعادل، منتظر عادل سدد الكرة وتتخلص من حميد. هناك كيسيندا بالراس لمهند عبد الرحيم، عادت لستار بمنتصف الملعب، وحيدر عبد الكريم مرة أخرى عند اللاعب روبن لوفيلو لعلاء عبد الزارة، من علاء عبد الزارة عادت لعباس ياس. عباس يحاول بتمريرة عباس ياس، هذه وين يا عباس؟ هذه وين يا عباس؟ عادت لمرتضى هديب بوسط الملعب ما بين مرتضى هديب، وهنا محاولة حيدر سالم، عدى مرتضى هديب، ماشي هديب ماشي هديب بهذه الكرة من مرتضى هديب لعايد، مرت من تحت الأقدام وتصويب رائعة بعيدة بعيدة بعيدة. هي روعة يا أحمد، لكن لا تستعجل بالتسديد يا أحمد عايد. هو فعل شيء جميل، هو ومرر تلك الكرة من تحت الأقدام، ودخول كان رائع وبمهارة اللاعب ولمسة الخبرة لمرتضى هديب باللقطة الماضية. شاهد هذه الإعادة بعد هذا المرور الجميل وهذه التصويبة التي مرت بهذه الكرة بهذه الطريقة من تحت أقدام اللاعب روبن لوفيلو، ووصلت الآن الكرة من جديد هنا تتخلص، وبهذه المحاولة عند اللاعب عباس ياس، نقلة من عباس ياس انقطعت خضر علي، خضر يا علي، وتعود هناك تغادر أرضية الملعب. غادرت أرضية الملعب وحبت نلعب بالدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول.
1 للميناء لا شيء للكهرباء. وعادت من جديد هنا الكرة عند اللاعب مرتضى ديب بنقلة باتجاه اللاعب منتظر عادل. من منتظر يا عادل يحاول الآن بنقلة سويعيد، عدى والتعادل. لا 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 لا، ضاعت كرة التعادل يا محمد سويعيد، وكادت أن تعيد الآمال يا سويعيد للكهرباء، لكنها بعد هذه التمريرة ومحمد سويعيد لعب الكرة مرت في جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس عبد السليم حماد. ضاعت كرة التعادل بهذا التقدم وبهذه الطريقة، ومرت كرة جيران هذه كرة لعبد السليم. عبد السليم يلعبها بهذه الكرة بالراس، هناك عند اللاعب حميد وانقطعت من حيدر لتعود من علي خالد بمنتصف الملعب. هناك لمرتضى ديب يلعب الكرة ديب لمنتظر عادل، حاول وصافرة حكم المباراة. هناك الخطأ لمصلحة نادي الكهرباء. 1 الميناء لا شيء الكهرباء. تراجع اللاعب حميد علي حميد بهذا التدخل مع اللاعب منتظر عادل يرتكب خطأ، وصافرة حكم المباراة كانت متواجدة من سجاد خالد، هو من يدير هذا اللقاء. يطلب التراجع حسام كاظم على التنفيذ. حسام كاظم بهذه الكرة الثابتة من حسام تلعب طويلة والارتقاء بالراس، وصلت عند الحارس عبد سليم. علي خالد كابتن الفريق يتراجع لمكانه، وعبد سليم هنا المتواجد بهذا اللقاء. اصرار الكهرباء على العودة في المباراة، وهل ستعود الكهرباء للمباراة بهدف التعادل من جديد، أو يكون هناك تقدم أو هدف يضاعف نتيجة المباراة لفريق الميناء؟ لا نعلم، فلا نريد أن نسبق أحداث المباراة. انطلق حديث المباراة مع صافرة البداية وسجلت الأحداث بهدفها الأول أعلن لنادي الميناء، فهل يتمكنون من العبور ومواصلة المشوار بهدف ثاني من هذا اللقاء، أو يكون هناك كلام آخر للكتيبة البرتغالية؟ عادت لعلي خالد، من علي لمحمد عباس. محمد عباس الكرة عند الحارس محمد عباس، وصلت لعلي خالد، من علي خالد يلعبها طويلة. علي خالد بنقلة يا خالد، وكرة هناك من جيرالد، وصلت مانويل عند اللاعب روبن يحاول لوفيلو بوسط الملعب. هناك من لوفيلو كيسيندا، عدى يا كيسيندا يمشي بالكرة ونقلة لمهند عبد الرحيم. عدى عبد الرحيم بهذه الخطورة، تأتي العرضية وهنا المتابعة، نعم خالية من الرقابة والمتابعة. وصلت لنهاد محمد، عدى بالكرة يقود هجوم مرتد الآن لمصلحة نادي الكهرباء من نهاد. هناك باتجاه اللاعب منتظر عادل، لكن عباس متواجد وانقطعت من حسام. عدى بهذه الكرة برتغالية، عدت برتغالية للكهرباء، فهل تعود في هذه المباراة؟ وعبد السليم لا 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 لا، ضاعت كرة التعادل على الكهرباء مرة أخرى. منتظر عادل يحاول أن يعدل نتيجة المباراة. أبدع عبد السليم باللقطة الماضية وأضاءها اللاعب منتظر عادل بتلك اللقطة بعد ما عادت هذه الكرة تعود بهذه الإعادة وبهذه الطريقة التي أضاءها اللاعب محمد سويعيد، وأكمل عليها منتظر عادل حتى مرت من فوق العارضة وغادرت أرضية الملعب. فأكثر كرات الكهرباء تغادر أرضية الملعب حتى هذه اللحظات. نعم، وصلوا لمرمى الحارس عبد السليم حماد. أضاع محمد سويعيد كرتين محققتين بأن تكون في المرمى أو تعدل على الأقل نتيجة المباراة ما بين الكهرباء والميناء. الميناء يسعى من أجل أن يقود المباراة بهدف ثاني، وأيضا بخبرة علاء عبد الزهرة والاحتفاظ بهذه الكرة، بينما هنا من يتدخل مرتضى ديب ليقطع طريق. عندما تتواجه الخبرة أمام الخبرة فلا بد أن يتفوق واحد من الاثنين. هنا من يلعب بخط الهجوم، وهناك من يوزع الكرات بمنتصف الملعب. مرتضى ديب امام علاء عبد الزهرة، لكن علاء عبد الزهرة تخطى كل دفاعات الكهرباء
ووصل لمرماهم وسجل الهدف الأول في المباراة. هم يسعون الآن من أجل العودة. نهاد محمد يلعب هذه الكرة والإبعاد يأتي إلى المدافع جيرالد، أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. أبعدت، ضغط على دفاعات الميناء بهذه اللحظات. خضر علي والميناء يواصل العروض الرائعة من أجل التقدم بهدف ثاني. ربما تكون نتيجة 1-0 في كرة القدم، نعم لا تحزر، ممكن بلحظة وأخرى الفريق الآخر أن يعود ويقلب الأمور لمصلحة فريقه. هناك صافرة وخطأ باللقطة الماضية، الخطأ عباس إياس، سلامة لعباس. هذا نهاد محمد، وكانت صافرة حكم المباراة بعد هذا التدخل باللقطة الماضية. رايك كانت من المساعد لحكم اللقاء. عادت الكرة عند الحارس عبد السليم، يلعبها عبد السليم حماد. هناك عند اللاعب حميد بمنتصف الملعب، عدى بنقلة طويلة باتجاه اللاعب مانويل، لكن علي خالد قريب، علي خالد، ويتركون الكرة للحارس محمد عباس بمنتصف الملعب. هذا حيدر يحاول الآن، حيدر عبد الكريم، نقلة من حيدر، مرت الآن يا حيدر، وبهذه الكرة منتظر هل تكون هنا العرضية أم هو من يحاول الدخول الاعتماد على مهاراته الفردية، والإبعاد يأتي من عباس أو حميد، حميد علي من الجهة اليمنى هو من أبعد الكرة الماضية. تلك اللقطة الركنية الآن لمصلحة نادي الكهرباء. نظرت للكابتن ولي كريم، حسام كاظم على التنفيذ في هذه الركنية لنادي الكهرباء من حسام كاظم. ملعوبة الكرة والارتقاء، يأتي الإبعاد، تتخلص لتعود مرة أخرى. هناك للسفانة روبن يحاول كيسيندا بهذه الكرة بأن يعدي، وانقطعت لتعود عند اللاعب ستار جبار. ستار وصلت بمنتصف الملعب وبنقلة أخرى دوران للاعب نهاد، وهناك خطأ في وسط الملعب، الخطأ لمصلحة نادي الكهرباء. تبادل هذه الهجمات، يسعى الكهرباء من أجل العودة وتعديل نتيجة المباراة. شاهد الكرة الماضية التي لامست يد اللاعب حيدر سالم وعلي خالد على التنفيذ ما بين علي خالد وحسام كاظم، من ينفذ هذه الكرة الثابتة بهذا المكان، ويعولون على العودة بتسجيل هدف التعادل من خلال الدقائق المتبقية على نهاية أحداث الشوط الأول. فهل ينجح نادي الكهرباء ويعدل نتيجة المباراة قبل نهاية الشوط وقبل أن يذهب بتلك الاستراحة القصيرة ما بين الشوطين، أم يبقى الميناء هو المتقدم بالمباراة بهدف دون رد؟ علي خالد بتسديدة من مكان بعيد، هذه بعيدة جدا وإلى خارج أرضية الملعب يا علي خالد. الكرة طالت إلى خارج أرضية الملعب، تسديدة كابتن الفريق وقائد الكتيبة البرتغالية علي خالد. لازلنا نشاهد بهذا التقدم بهدف نظرات للإسباني في هذه اللحظات. عبد السليم، ملعوبة الكرة طويلة من عبد السليم وبنقلة تعود الآن حيدر سالم. هذا التدخل وخطأ على اللاعب أحمد عايد، خطأ على اللاعب أحمد عايد بهذه الطريقة وبهذا السحب يد اللاعب اللقطة الماضية. شاهد هذا التدخل ما بين أحمد عايد وعرقلة حيدر سالم بالكرة الماضية. شاهد هنا الخطأ بهذه اللقطة، وهنا حيدر سالم يلعبها عطار لعباس، من عباس تتخلص وتعود مرة أخرى عند اللاعب عباس إياس لمهند عبد الرحيم، لكن الإبعاد من علي خالد أبعد الكرة للأمام جيرالد، وتعود مرة أخرى عند اللاعب محمد سويعيد، من سويعيد لنهاد محمد. نهاد هنا يأتي عباس من الخلف يقطع الطريق ويلعب الكرة من حيدر لعباس مرة أخرى. الكرة بمنتصف الملعب تتهيأ من مهند لعلاء، بينما هناك حيدر عبد الكريم لمرتضى ديب. مرتضى ديب يحاول الآن من مرتضى ديب، وهناك تأتي صافرة حكم المباراة وخطأ صافرة من حكم المباراة
الخطأ باللقطة الماضية لمصلحة اللاعب مرتضى بهذا التدخل ما بين حيدر سالم ومرتضى هديب. تحصل على خطأ بمنتصف الملعب لمصلحة الكهرباء. التقدم بهدف مقابل لا شيء أحبتي كما تشاهدون بهدف اللاعب علاء عبد الزهرة. وهنا لمنتظر عادل دوران بهذه الكرة لمحمد سويعيد. منتظر عادل عرضية تأتي هنا الكرة بالراس تتخلص والابعاد يأتي من اللاعب روبن لوفيلو وأبعدت الكرة بمنتصف الملعب. هناك تصل لمهند عبد الرحيم. مهند للاعب كيسين دا يحاول الآن. والكرة تمشي بأقدام اللاعب عباس إياس. عباس إياس عدى بهذه الكرة تتهيأ هناك وأيضا تلعب بهذه الطريقة وبتصويبة من مكان بعيد، لكن هناك لاعب ساقط على أرضية الملعب. ستار كان مهند يستطيع أن يسدد الكرة الماضية، لكن أعطاك هذه الكرة لكي تبعثها إلى خارج أرضية الملعب لكون شاهد أحد اللاعبين سقط أرضا. شاهد هنا بهذه الكرة ما بين ستار جبار ومهند عبد الرحيم بعد أن عدى وبعد أن سقط اللاعب ستار ياسين. كلام هناك ويتدخل أيضا الكابتن علاء عبد الزهرة لفض هذا النزاع وهذا الكلام مرفوض يا كابتن حميد بين ستار وحميد علي والحارس محمد عباس. شاهد سجاد خالد يتحدث مع لاعبي الفريقين ويطلب من الاثنين أن لا تتكرر هذه الأمور. نعم لا تتكرر هذه الأمور، مرفوضة ومعيبة، والاعتذار نعم شيء جميل هو من شيم الكبار وبهذه الروح الرياضية والأخلاق الرياضية التي يتحلى بها اللاعبان. لابد أن نشاهد هذه الأمور أن لا تتكرر في مباريات كرة القدم. وبعد تلك الصيحات وهذا الكلام شاهد تدخل اللاعب مهند بهذه اللقطة التي تمت إعادتها في اللقطة الماضية. إن شاء الله هذه الأمور ما تعاد مرة أخرى. بعد أن عدت الكرة هناك بنقلة وصلت الآن وبتمريرة عدت هناك باتجاه اللاعب منتظر. محاولة الوصول لنادي الكهرباء من أجل العودة في المباراة، والميناء يريد أن يرتقي ويتقدم بهدف ثاني من خلال هذه الهجمات وهذه التمريرات. هي بمنتصف الملعب عادت هناك عند اللاعب لوفيلو انقطعت وخطأ بوسط الملعب. هنا الخطأ لمصلحة أحمد عايد وعادت هناك سويعيد. عدى محمد سويعيد، مر سويعيد ماشي بالكرة والابعاد يأتي من عباس. تعود هذه المرة حميد علي يلعبها ونقلة أخرى وصلت عند اللاعب حيدر سالم. يسين دا بهذه الكرة هو عدى الآن، هو مر بهذه اللحظات يحاول أن يعدي وسقط أرضا بتلك الكرة. سلامة ذلك خطأ وبطاقة صفراء سلامة اللاعب يسين دا والبطاقة الصفراء على اللاعب حسام كاظم. يتلقى البطاقة الصفراء بهذه الطريقة وبهذا التدخل. كان هناك دعس على قدم اللاعب كيسيدا بهذه الطريقة. الشاهد أو هذا هو الخطأ الذي ارتكبه اللاعب حسام كاظم وبطاقة صفراء على اللاعب حسام كاظم من حكم المباراة. لا نريد أن نشاهد كثرة البطاقات بهذه المباراة حتى لا نشاهد بطاقة حمراء ما تبقي من أحداث الشوط الأول. والخطأ الآن لمصلحة نادي الميناء بهذا المكان والكرة ثابتة لمصلحة السفانة. ملعوبة الكرة هنا الإبعاد يأتي تتخلص ومحاولة الآن مستمرة والإبعاد يأتي هناك من ستار. عدت وللأمام تعود بنفس الأسلوب ممكن بهذه الطريقة وعدت الكرة من مهند تتهيأ يأتي بالإبعاد وعند الحارس محمد عباس. حاول اللاعب مانويل رونالدو بأن يتخطى ويعدي الكرة الماضية عند اللاعب حيدر عبد الكريم. عادت لمهند عبد الرحيم على عبد الزهرة. مر يا علاء انقطعت من حيدر
والكرة عند اللاعب أحمد عايد. لا، بهذه الطريقة هي مرت من حيدر، تعود لمهند عبد الرحيم، يستخلص الكرة من أحمد عايد، مر بالكرة عايد وعادت ما بين أقدام أحمد لحيدر، وتعود لحسين عامر، من حسين يا عامر لجيرالد، يلعب الكرة من جيرالد ولوفيلو، أعاد الكرة لعبد السليم وبنقلة طويلة من عبد السليم حماد، هنا بالراس من علي خالد، تخلص وبالراس مرة أخرى، تعود بهذا الأسلوب بالكرات الطويلة وبالراس، هناك بالرؤوس تتبادل الكرة، تتناقل من مكان إلى آخر وتصل هنا بهذه الهجمة، مرت عدت لانقطعت يا مرتضى بهذه المحاولة، عفوا منتظر بأن تصل لمرتضى هديب، مرتضى هديب، عدى مرتضى هديب والكرة تعود هناك، كيسيندا يتراجع وتصل لحيدر عبد الكريم، حيدر عبد الكريم نقلة باتجاه سويعيد وبالراس من عباس، الكرة من حميد وصلت عند اللاعب كيسيندا، عدى كيسيندا بنقلة، وصلت الآن هنا مانويل، عدى ممكن بالثاني أن يعدي ويسعى من أجل الوصول لتسجيل هدف ثاني، انقطعت الكرة من اللاعب مانويل وتعود مرة أخرى ما بين علي خالد ومانويل، تتهيأ الكرة الآن، دوران لمهند عبد الرحيم، هيأ الكرة وتسديد، الله 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 بتسديدة رائعة، هذا صاروخ من البصرة إلى بغداد، والعارضة هي من تقف بجانب الحارس محمد عباس بتلك التصويبة الرائعة، كادت أن تضيف الهدف الثاني ولا زالت الهجمة قائمة مرة أخرى للخبرة، وصلت تتهيأ للبناء، لا ضاعت، لا ضاعت، لا بجمل تكتيكية رائعة للسفانة بهذه اللحظات، وغادرت بتحدي كبير. الميناء كان على وشك أن يسجل هدف ثاني، شاهد بعد ما تهيأت هذه الكرة وبعد ما سدد اللاعب هنا لوفيلو بتسديدة رائعة، العارضة هي من أبعدت الكرة الماضية ومن ثم عادت بهذه الطريقة من خارج منطقة ال18، كان هناك طيران للحارس لكن الكرة سبقت طيران الحارس والعارضة وقفت بجانب الكهرباء لتبعد كرة اللاعب لوفيلو بالكرة الماضية وباللقطة الماضية. عادت الآن ومن جديد عند اللاعب لوفيلو، روبن لوفيلو، مرت لعلاء عبد الزهراء، عدى علاء، ينتظر علاء المضعن زميل لمهند عبد الرحيم، ما بين مهند وعلاء، عباس ياس بهذه الطريقة، وعند مهند الكرة وصلت ب3 دقائق وقت إضافي وكل شيء يمضي وبات قريب من النهاية لأحداث الشوط الأول. الميناء متقدم فريق اللاعب علاء عبد الزهراء بالهدف الوحيد حتى الآن، ويقدم عروض رائعة وجمل تكتيكية جميلة في المباراة، ووصل وأيضا كان أكثر خطورة الميناء في هذه الدقائق الأخيرة التي مضت من أحداث الشوط الأول. وهنا تأتي صافرة حكم المباراة الكابتن خالد سجاد خالد لتعلن عن نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم نادي الميناء بهدف مقابل لا شيء. أكيد أحبتي سنعود ونكمل أحداث الشوط الثاني لكن بعد الاستراحة القصيرة ما بين الشوطين. قيثارة شرطة بسام، بواس 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 عالية، ميمي أول للقيثارة، أول الأهداف. لاحظ الله، بواس بالمقاس، ميمي للشرطة، ميمي للقيثارة، وفرصة القبض على الصدارة، ميمي برأسية، وهدف أول للشرطة. الشرطة يتقدم بهدف عن طريق مهند علي، هكذا أماكن ويفتتح التسجيل، كرة بالراس، جول لنادي القاسم ومحمد خالد بالدقيقة الخامسة. هنا اسود بابل تزأر بملعب الشعب الدولي. كما قلتها، هذا النادي دائما ما يكون منافس ويدخل المنافسة بقوة عندما يواجه نادي القوة الجوية، ويفتتحون التسجيل بالدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب محمد خالد.
نعم شاهد الكرة الثابتة وراسية وضعها في المرمى. محمد خالد يفتتح التسجيل لنادي القاسم. أول أهداف المباراة براسية أسكنها شباك الحارس علي عبادي، والهدف الأول لسود بابل. يحاول زيارة الشباك للكرخ في هذه اللحظات، عملية تمرير خطيرة على المرمى وهدف أول. جول لأربيل، هدف لأربيل. سفين منصور يفتتح التسجيل في هذه اللحظات في مرمى الكرخ. إذا سفين منصور يسجل ثالث أهدافه مع أربيل خلال هذا الموسم بعدما سجل في مرمى الكهرباء ونفط البصرة. يزور الآن شباك الكرخ بهدف أول في هذه اللحظات. الدقيقة 13 سفين منصور يفتتح التسجيل لفريق أربيل في مرمى الكرخ في هذه اللحظات مع توجيهات المدرب أحمد عبد الجبار بالضغط من قبل مدافعي فريق نادي الكرخ على لاعبي أربيل. لاحظ التمريرة، لاحظ المرور، لا وجود للتسلل، وبذلك سفين منصور يلعب كرة بالمباشر على يسار حارس المرمى حسين حسن، على يسار الحارس حسين حسن. إذا أربيل يعلن عن افتتاح التسجيل في مرمى الكرخ بهدف أول. أربيل يريد العودة من العاصمة بنقاط المباراة وبالتالي يتقدم إلى مركز جديد، وهنا سفين منصور الأربيل ويحاول أن يدافع في هذه اللحظات مدافعي فريق نادي الكرخ. ممكن ثاني وهدف ثاني، هدف ثاني. سفين منصور بنفس الطريقة يسجل هدف ثاني لأربيل في مرمى الكرخ. لاحظ ردة الفعل لسفين منصور، يسجل هدف ثاني لأربيل في مرمى الكرخ. هناك ثغرة في دفاعات نادي الكرخ يستغلها اللاعب سفين منصور ويسجل هدف ثاني ورابع أهدافه مع أربيل. إذا سفين منصور يسجل هدفين لأربيل في مرمى الكرخ لتصبح النتيجة الآن 2 أربيل مقابل لا شيء لنادي الكرخ. لاحظ الإعادة من الجهة البعيدة، عدم وجود التغطية. جهة اليسار لفريق نادي الكرخ، جهة اليسار فيها مشاكل كثيرة بالنسبة لفريق نادي الكرخ، وبالتالي يستغلها أربيل ويستغلها سفين منصور ليسجل مرة على يسار حارس المرمى ومرة على اليمين، لذلك يجعل أربيل ومتقدما على فريق الكرخ بهدفين مقابل لا شيء. لاعب منتخبنا الشبابي عمر نوري، جول للكرخ. عمر نوري يسجل لفريق الكرخ هدف في الثواني الأخيرة للشوط الأول. هذا الهدف هل سيعيد الروح للكرخ؟ لا زال لديهم شوط ثاني، لذلك عمر نوري يزور الشباك لمرمى أربيل من كرة ثابتة وخطأ لحارس المرمى لمهدي هاشم اللي مرت من تحت الحارس مهدي هاشم، تمركزه كان خاطئ، لذلك الآن الكرخ يسجل عن طريق اللاعب عمر نوري، هي في زاوية الحارس، لذلك الآن الكرخ يدرك هدف أول في هذا اللقاء. أربيل داخل منطقة الجزاء، أربيل وهدف ثالث لأربيل، هدف ثالث لأربيل يسجل أمام فرحة جماهير أربيل بهذا الهدف بعدما كانت هناك الأمور لفريق الكرخ اللي حقق الأفضلية في بداية الشوط الثاني، لكن أربيل من كرة مرتدة من محاولة داخل منطقة الجزاء يسجل من خلالها إيفان خالد الهدف الثالث لأربيل. دقيقة 67 يسجل إيفان خالد ثالث الأهداف لأربيل في مرمى الكرخ، بعد ما كنا نعتقد أن فريق نادي الكرخ سيعود بنتيجة المباراة، لكن أربيل بعد أكثر من تمريرة رائعة للاعبي أربيل استقرت الكرة في الشباك، والكرة من صنع اللاعب سفين منصور اللي أعتقد راح يكون هو نجم المباراة وسيكون اللاعب الأفضل في هذا اللقاء. قريبة لمنطقة جزاء أربيل، داخل منطقة الجزاء لا وجود تسلل، مهند وإيزي يسجل هدف ثاني، إيزي يسجل هدف ثاني لنادي الكرخ، هدف ثاني بتمريره عن طريق اللاعب مهند أبو طه، لعبها بالمقاس على قدم اللاعب إيفياني وبالتالي تخلص بهذه الطريقة من الحارس ويسجل هدف ثاني لفريق الكرخ. الآن يسجل الكرخ
في مرمى أربيل، وتصبح النتيجة الآن 3-2. 3-2، 5 أهداف جميلة سجلت في هذا اللقاء. والآن إيزي يسجل لفريق الكرخ في مرمى أربيل. محاولة تستمر داخل منطقة الجزاء، خطيرة شيركو، لاعب خطير، لاعب مهاري داخل منطقة الجزاء. الرابع هدف رابع لأربيل، هدف رابع لأربيل في مرمى الكرخ. لأربيل يسجل هدف رابع في مرمى الكرخ. لاحظ الأخطاء الدفاعية الكثيرة للاعبي الكرخ، نتيجة كبيرة يحققها أربيل على الكرخ ب4 أهداف لهدفين. لاحظ هنا الإعادة، مر بهذه الطريقة شيركو وهيأها داخل منطقة الجزاء، ويوسف بن سودة يسجل هدف رابع لأربيل، وهدف السادس الشخصي مع أربيل خلال هذا الموسم. التونسي بن سودة يضحى برأسية على يسار حارس المرمى حسين حسن. تبقى الخطورة، تبقى الخطورة. الله الله الله، الله 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 الله. سجل النجف، سجل النجف، سجل النجف وتقدم بأول أهداف المباراة، بأول أهداف المباراة. يا الله 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 الله. هذه كرة محمد قاسم أرسلها عالية، وبعد ذلك الكرة الرأسية من ماكنزي هدف الثالث هذا الموسم، سجل هدفين من خلال هذا الموسم، وبالتالي ماكنزي اللي سجل على دياله واللي سجل على نفط ميسان. محمد قاسم بتمرير الكرة، إياه يحاول مر وتقدم ثاني. جول ثاني، هدف ثاني لغزلان البادية، هدف ثاني لغزلان البادية في الدقيقة 38. شوف محمد قاسم مرر الكرة لإياي، وإياي اللي ما كذب خبر، ولكن الله 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 على هدوءك، الله على سكونك يا ولد يا محمد قاسم بهذه التمريرة الممتازة. وبالتالي بعد ذلك اللاعب اللي ما كذب خبر إياي اللي سجل الهدف الثاني كان. بينما هنا الكرة في إبعاد والمحاولة مستمرة، تسديدة، تبقى الكرة بشير ومحاولة جول الله. هذه المرة يظهر لنا التونسي بشير غورياني، والهدف الثالث لغزلان البادية، هدف ثالث مع بداية الشوط الثاني. شوف الكرة، شوف الإعادة، سدد الأولى ومن ثم الثانية يوه، هدف ثالث لمصلحة النجف. عباس على التنفيذ، تنفذ الكرة، لافة خطيرة، كورنادو الماتادور الإسباني للميناء يقلل الفارق الآن في الدقيقة 53. مانويل لولو كورنادو بضربة رأسية يقلل الفارق من خلال هذه الكرة. شوف الإعادة، الضربة الرأسية، وبالتالي سجل وقلل الفارق. يبدو لي أن الميناء سيكون حاضرا من خلال الدقائق القادمة بقوة، هكذا عندما يحضر النجف والميناء تحضر الأهداف وتحضر المتعة. خطيرة، الله، جول
هدف ثاني للسفانة، للذي قادما من البصرة الفيحاء. مهند بالراس. هذا الهدف يذكرنا في مرمى قطر. هذا الهدف يذكرنا في مرمى قطر، وبالتالي الهدف اللي أهلنا للأولمبياد، وبالتالي بهكذا طريقة سجل في يومها مهند، واليوم يعود وبنفس الطريقة. عزيز حسين فلاح، كرار نبيل، حسن، عالية من حسن، علي، جول، الله، جول 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 جول. كرار نبيل يسجل أول الأهداف وثاني أهدافه هذا الموسم بالدقيقة 39 من عمر المباراة. كرار نبيل يسجل أول الأهداف بالدقيقة 39 من عمر المباراة. كرة لعبها علي ترتد من الحارس ويكملها كرار نبيل إلى داخل الشباك بكرة جميلة قوية تعانق الشباك، ويسجل ثاني أهدافه الشخصية بعد هدفه في شباك كربلاء. يسجل اليوم في شباك الحدود ويعلن تقدم النوارس بأول الأهداف. شوفه بالإعادة حسن عبد الكريم لعب الكرة، علي من بين المدافعين ارتدت، وكرار المتمركز تمركز سليم وخالي من الرقابة يلعب الكرة بيساره إلى سقف المرمى ويسجل أول الأهداف ويعلن تقدم النوارس بأول الأهداف. ورابع كرة يلعبها علي يوسف، يردها الحارس ويكملها كرار نبيل إلى داخل الشباك ويسجل أول الأهداف. واحد الزوراء لا شيء الحدود، واحد الزوراء لا شيء الحدود. حسين أنور، قصيرة، خطرة، هذه خطرة، جول 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 جول. داكوستا بخطأ دفاعي قاتل من الزوراء، وهدف التعادل يسجل داكوستا بالدقيقة 51 من عمر اللقاء. خرج جلال لكن قدر أن يجتاز جلال ويسجل هدف التعادل داكوستا بالدقيقة 51. شوف الكرة داكوستا بمجهود فردي ولعب الكرة بيمينه إلى داخل الشباك وأحرز التعادل لفريق الزوراء. موه لعب وخطأ قاتل من دفاعات الزوراء ويستغل داكوستا. شوف هذا التمركز السليم للاعب، استغل خطأ دفاعي قاتل، موه الحارس اللي خرج وترك مرمى واجتاز المدافع ولعبها إلى داخل الشباك وأدرك التعادل بالدقيقة 51 من عمر اللقاء. أحبتي، بعد أن تركنا الشوط الأول ينتهي بتقدم نادي الميناء بهدف دون رد، أتينا لمجريات الشوط الثاني، شوط المدربين، شوط التكتيك، شوط الحلول الفنية. فما هي الخطة التي رسمها المدرب ولي كريم، وما هي خطة المدرب بابلو جرانديز للشوط الثاني؟ بهدف اللاعب علاء عبد الزهرة تقدم الميناء ويسعى من أجل الوصول للهدف الثاني وتحقيق النقاط الثلاثة، بينما كذلك نادي الكهرباء الذي يبحث عن هدف التعادل من خلال هذا اللقاء لهذه المباراة. فهل ينجح بتعديل نتيجة المباراة؟ وأيضا غادر أرضية الملعب أحمد عايد واسترك الآن اللاعب عباس عادل نعمة كلاعب بديل. هذا اللاعب المعار من القوى الجوية لعب أيضا لنادي الحدود وللطلبة
تعود الكرة هناك بنقلة وتأتي صافرة حكم المباراة. هناك صافرة وخطأ. عودة مع الطاقم التحكيمي الكابتن سجاد خالد محمد وأحمد سلام المساعد الأول، مصطفى عبد الرزاق المساعد الثاني، اياد زاحم حكم رابع، وامجد كامل حكم الفار، علي فاضل مساعد الفار، مقيم الحكام احمد عبد الحسين، مشرف المباراة صبحي كامل لهذا اللقاء لحساب الجولة السابعة عشر. نادي الميناء الفريق الذي حل ضيفا هنا بملعب الزوراء ويلعب مباراة امام فريق الكهرباء بهذا اللقاء. هذه الجولة بيومها الثالث، نعم احبتي، انطلقت يوم الثلاثاء، والمباراة الأولى التي لعبت ما بين النفط وأربيل وانتهت لمصلحة أربيل بهدفين مقابل لا شيء، والزوراء تغلب على نفط ميسان بهدف دون رد. نوروز تعادل أمام النادي القاسم بهدف مقابل هدف. الطلبة تغلب على كربلاء بهدفين دون رد. نفط البصرة تغلب على ديالى بهدف دون رد، وتهوك أيضا تغلب على نادي القرمة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. انتهى الشوط الأول من مباراة الكرخ والحدود بالتعادل بهدف لمثله، وانتهى الشوط الأول لهذه المباراة لمصلحة الميناء بهدف دون رد على نادي الكهرباء. بعد هذه المباراة ستنطلق مباراة نادي زاخو والنجف والقوة الجوية أمام الشرطة في ختام الجولة السابعة عشر من منافسات دورينا. ملعوب الكرة للأمام بعد هذه الإعادة لتسديدة اللاعب نهاد محمد، والتي غادرت هناك عند أحضان الحارس بهذه التسديدة، سدتها من مكان بعيد. لا زالت الأمور مستمرة بصالح الكتيبة الزرقاء لنادي الميناء. عدت الكرة عند اللاعب كيسيندا ومرت من حميد علي، يحاول هنا بالبحث عن هدف ثاني بهذا اللقاء، يطمح لتسجيل ثاني أهداف المباراة، لكن حسام كاظم متواجد بالنقلة. في حال إذا حقق الفوز نادي الميناء سيقفز بسلم الترتيب للمركز الحادي عشر ويتراجع للمركز الخامس عشر نادي الكهرباء. بهذه الكرة تعود ومن جديد هناك نقلة عند اللاعب لوفيلو روبن، لوفيلو يلعبها وبنقلة هناك من عباس، تمضي الكرة من علاء، مرت الثاني ولا زالت الكرة هنا بأقدام علاء. حاول مهند عبد الرحيم والابعاد كان من محمد عباس باللقطة الماضية لتعود مرة أخرى. لازلنا نشاهد احبتي، هي وصلت الآن لمصلحة نادي الكهرباء، انقطعت حيدر سالم وصافرة حكم المباراة. سلامة للاعب حيدر سالم، حيدر بعد ذلك التدخل بالكرة الماضية وسقوط حيدر السالم بهذه الكرة ما بين عباس عادل وحيدر السالم. نعم، يبقى بترتيب صدارة دوري نجوم العراق حتى الجولة السابعة عشر نادي الزوراء ب 35 نقطة، وكذلك يليه الطلبة ب 33 نقطة. في المركز الثاني ينتظر مباراة الشرطة والقوة الجوية، خروج للحارس محمد عباس. الشرطة في المركز الثالث، توك الذي يحتل المركز الرابع، وزاخو في المركز الخامس، أربيل في المركز السادس، بينما القوة الجوية ب 28 في المركز السابع، القاسم الذي يحتل المركز الثامن، والنجف في المركز التاسع، النفط صاحب المركز العاشر. هذه وصلت الآن الكرة بنقلة هناك للأمام، عدت الكرة من المدافع، تعود يا سام لخضر علي، من خضر علي، عدى ما بين خضر علي واللاعب كيسيندا، يحاول الآن وبنقلة هناك محاولة وصلت من مرتضى هديب، انقطعت يا مرتضى وسقوط أحد لاعبي الميناء هناك على أرضية الملعب. مستمرة الكرة عند اللاعب ستار، ولكن علاء عبد الزار على ما يبدو ساقط على أرضية الملعب. هناك الكرة لا زالت مستمرة من نهاد، يحاول الوصول بهذه الكرة، وهنا تأتي عند اللاعب روبن لوفيلو، يحاول روبن هو من يعدي، لوفيلو يمشي بالكرة أم من اللاعب هذا كيسيندا عفوا بالرقم 29. هناك مانويل سدد والثاني على لا 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 يا مهند، لا، انقطعت كرة اللاعب مهند وأبعدت. مهند عبد الرحيم، حيدر سالم أعاد الكرة، حيدر، هنا حسين عامر يحاول أن يخلص الكرة من اللاعب منتظر، أم هذا نهاد محمد،
نهاد يحاول، تأتي العرضية والإبعاد من جيرالت، خلص تعود لحيدر. سالم بهذه النقلة من حيدر، وطالت الكرة على اللاعب عباس، طالت على اللاعب عباس إياس باللقطة الماضية بعد مرور اللاعب مانويل، وهذه التسديدة تصدى لها محمد عباس، ومهند عبد الرحيم أراد أن يكمل وهو أكمل على الكرة الماضية، وعاد الحارس وتألق بتلك الكرة، وكان هناك الإبعاد بالقدم من الحارس محمد عباس لينقذ مرمى فريقه من هدف ثاني باللقطة الماضية. زالت الأمور مستمرة بهذا التقدم بهدف مقابل لا شيء. الكهرباء يسعى بأن يعود للمباراة بهدف تعادل، والميناء يريد أن يضاعف نتيجة المباراة لكي يطمئن على نتيجة هذا اللقاء لحساب الجولة 17. مرعد الخبرة يمشي بالكرة مهند وبأحضان محمد عباس. يا مهند، نعم بأحضان الحارس يا مهند. الكرة الماضية هي وصلت بنقلة، منتظر عادل يحاول منتظر أن يعيد الكرة هناك ما بين منتظر وخضر علي. خضر هو اللي بعاد، يأتي كيسينتا، تنقطع لوفيلو، روبن لوفيلو بوسط الملعب، روبن لوفيلو البعض عن الزميل، وبنقلة روبن لوفيلو لحميد علي. حميد يلعبها هنا لعلاء، لكن انقطعت وعادت الكرة من المدافع حسام، وتعود عند الحارس محمد عباس، من محمد عباس لعلي خالد، علي خالد لحسام كاظم مرة أخرى بنقلة طويلة لمصلحة نادي الميناء. تعود الكرة بالراس، منتظر، هي الكرة سويعيد، محمد سويعيد يحاول دوران بهذه الكرة، يلف يدور، والكرة تعود عند اللاعب خضر علي. خضر يا علي، خضر يحاول بنقلة من خضر لسويعيد، سويعيد عاد الكرة مرة أخرى، هنا الكرة بمنتصف الملعب، هذا هو حيدر عبد الكريم، وبنقلة هنا تأتي وخروج لعبد سليم حماد. عبد سليم حماد يلعبها هناك لعباس، عباس إياس، هل تكون نقلة من عباس ياس؟ مانويل يحاول، كورنالدو مانويل، والكرة عدت هناك مطالبة من علاء ومهند، ولكن وصلت بوسط الملعب. جيرالت أعاد الكرة بمنتصف الملعب، نقلة من حميد، هي تمشي هناك وتعود مرة أخرى لمصلحة الكهرباء. محاولة العبور ما بين عباس وهناك من يحاول ستار، يعيد الكرة بمنتصف الملعب. مرتضى هديب، من مرتضى هديب لحيدر عبد الكريم، ومرتضى هديب بنقلة مرتضى هديب تصل لخضر علي. خضر علي بهذه الطريقة وبهذا الإبعاد والبطاقة الصفراء. لا يا حميد علي، حميد علي، لا لا لا، ليست بهذه الطريقة يا حميد علي. بعد ذلك التدخل والبطاقة الصفراء على اللاعب حميد علي. شاهد اشترك بهذه الطريقة الخاطئة وتلقى بطاقة صفراء. حميد علي بعد هذا الاشتراك ما بين اللاعب حميد علي وخضر علي تلقى البطاقة الصفراء، وبعد هذه الكرة التي مر بها اللاعب مهند عبد الرحيم وحاول، لكن نعم ولن يسدد، بل استعجل بهذه الطريقة كانت عند الحارس وبأحضان محمد عباس باللقطة الماضية. ثابت الآن حسام كاظم على التنفيذ لنادي الكهرباء. حسام كاظم هو على التنفيذ. حسام كاظم ماذا هناك؟ نعم حكم المباراة يتأكد، أو على ما يبدو استدعاه هناك بالفار أمجد كامل وكذلك علي فاضل. نعم التأكيد من البطاقة الصفراء، وكأنه يقول لدي بطاقة صفراء، هل مستحقة أم يتأكد بما يخص اللقطة الماضية ما بين اللاعب حميد علي وكذلك خضر علي. بعد ذلك التدخل بالكرة الماضية هذه نعم يذهب ليتأكد بنفسه، فالفار وبروتوكول الفار يتدخل في حال إذا كانت مستحقة بطاقة حمراء أو لم تستحق، تكتفي بالبطاقة الصفراء. بهذه الطريقة رفع القدم كانت نعم
من أجل الإبعاد للكرة الماضية أو كان هو تدخل مباشر على رأس اللاعب شاهد. نعم القدم كانت نعم صوب الكرة وأبعدت الكرة، ومن ثم عند إنزال قدمه وصلت إلى رأس اللاعب. على كل حال تبقى الأمور عند حكم المباراة في حال إذا نعم تأكد وأعطى قرارا بإشهار الكارت الأحمر بدلا من الأصفر، أم يلغى الكارت الأصفر ويكتفي بالخطأ. هذه تبقى عند حكم المباراة، أو يبقى الكارت الأصفر على اللاعب حميد علي. بعد ذلك التدخل بالكرة الماضية. كنا نتحدث أحبتي وبعد هذا الخطأ ماذا سيشير حكم المباراة سجاد خالد؟ نعم بهذه الطريقة على ما يبدو البطاقة الصفراء. أوه لا لا لا، سيلغي البطاقة الصفراء وتشهر البطاقة الحمراء. بطاقة حمراء على اللاعب حميد علي، البطاقة الحمراء على اللاعب حميد علي. نعم البطاقة الحمراء بعد رفع القدم. وعلاء عبد الزهرة يتحدث مع حكم المباراة سجاد خالد بعد أن استدعاه حكم الفار، قال له تعال وتأكد بنفسك. وبعد أن ذهب الكابتن سجاد خالد ليتأكد أعطى قرارا بأن يشهر البطاقة الحمراء على اللاعب حميد علي بعد هذا التدخل والإبعاد للكرة الماضية. كذلك بقي القرار عند حكم المباراة، وأيضا أعطى البطاقة الحمراء بدلا من البطاقة الصفراء للاعب حميد علي، وترك بهذه الطريقة وبهذه الأخلاق الرياضية التي يتحلى بها اللاعب عندما أدرك أنه كان مخطئا. نعم عدت الكرة، اعتذر من حكم المباراة وغادر أرضية الملعب بكل أدب وبكل احترام. هذا ما نتمنى أن نراه في دورنا وفي جميع المباريات في دوري نجوم العراق، عندما تتحلى بالأخلاق الرياضية وعندما تستدرك أن كرة القدم هي تهذيبا للنفوس قبل أن تكون إحرازا للكؤوس. هذا ما اليوم يطبق في أرض الواقع وفي أرض المباراة. يعلم بأن فريقه سيواجه مهمة صعبة وهو يطرد وتلقى بطاقة حمراء، لكن أدرك بأنه كان مخطئا واعتذر بروح رياضية وعدت الكرة نعم جاء التعادل. يا نهاد يا نهاد يا نهاد، بعد المرور وبعد العبور هدف التعادل لنادي الكهرباء عن طريق اللاعب نهاد محمد يعدل نتيجة المباراة لنادي الكهرباء. نعم جاء هدف التعادل وأصبح نادي الميناء يلعب بالنقص العددي بعد هذه التمريرات. أسيست جميل من منتصف الملعب، ونهاد محمد وضع الكرة في شباك الحارس عبد السليم حماد وعدل نتيجة المباراة بهدف التعادل. 1 للميناء 1 للكهرباء، ونهاد محمد يسجل هدف التعادل لنادي الكهرباء. أصبحت الآن بهدف قابل هدف، هدف للميناء وهدف لنادي الكهرباء من نهاد محمد. يعدل نتيجة المباراة ويستغل هذا النقص العددي. أصبح الميناء يلعب ب10 لاعبين. نعم بعد خروج اللاعب حميد علي بدقيقة مضت جاء هدف التعادل لنادي الكهرباء. سلام لي الحارس عبد السليم، سلامة الحارس عبد السليم حماد. لما يبدو يشكو من إصابة بعد هذا تدخل بتلك اللقطة الماضية، وعلى ما يبدو مهند عبد الرحيم هنا. وأيضا هل سيكمل ما تبقي أو سيشرك هناك لاعب آخر لكي يكون مدافع؟ أيضا لا بد أن تغلق تلك الثغرات الدفاعية
بسبب خروج اللاعب بالبطاقة الحمراء حميد علي. نشاهد أحبتي ونترقب. الميناء كان متقدم بالشوط الأول بهدف اللاعب علاء عبد الزهرة، وعاد نهاد محمد ليستغل تلك الثغرات الدفاعية والفرصة الأولى التي توجه مباشرة من خلالها بعد تلك التمريرة الأسيست من وسط الملعب عندما وصلت لنهاد محمد، استغلها وسجل هدف التعادل. السلامة لعبد سليم حماد وهو يتلقى العلاج الآن. هذه المواجهة السابعة عشر خلال لقاءات الفريقين، حيث فاز الميناء في 5 مواجهات وفاز الكهرباء ب5، حضر التعادل ب6 مواجهات. هل يكون الانتصار السادس للميناء أو يكون السادس للكهرباء أم سيكون التعادل السابع ما بين الفريقين من خلال مباراة اليوم؟ نشاهد ونترقب خلال أحداث المباراة. انطلقت هناك الكرة عند نادي الميناء وبنقلة وصلت وللأمام، هي تعود وهناك الكرة لمصلحة نادي الميناء على علاء عبد الزهرة عفوا، والخطأ هنا صافرة حكم المباراة وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء على ما يبدو. أم هناك بعد هذا التدخل من عباس عادل ومرتضى هديب بهذه المواجهة ما بين علاء عبد الزهرة وصافرة حكم المباراة كانت متواجدة. هناك الخطأ لمصلحة نادي الميناء. نشاهد نترقب من على التنفيذ بهذه اللحظات. عباس إياس وعلى التنفيذ، ملعوبة الكرة من عباس والارتقاء، عادة حيدر سالم، مرت الكرة عند الحارس محمد عباس وتمضي. يلعب بكامل العدد الكهرباء أمام نادي الميناء، فهل يستغل هذا النقص العددي من خلال هذه الدقائق المتبقية وينجح عن طريق السويعيد في تسجيل هدف ثاني؟ وفي الشباك الجانبية مضت هناك إلى خارج أرضية الملعب. الكرة غادرت أرضية الملعب. توجيهات المدرب ولي كريم وهم يحاولون من أجل العودة بهدف ثاني في المباراة، لكن هناك بعد هذه المحاولات التي استمرت بالشوط الأول وكانت تسديدات هناك رائعة في الشوط الأول لن يستغلها نادي الميناء لتسجيل هدف ثاني، وهذا ما كان يخشاه الميناء ولم يكون في الحسبان بأن يطرد أحد لاعبيه، بل وصلت الكرة لمصلحة نادي الكهرباء. الفريق الآن أصبح يبحث عن النقاط ال3 بعد التعادل، أو الميناء ممكن أو لا شيء هو مستحيل في كرة القدم. أحيانا حتى عندما تكون ب10 لاعبين ستكون الأمور في صالحك إذا اجتهدت وإذا كنت ساعيا من أجل الوصول، والطموح بك يقودك للنقاط ال3. تعود الكرة بمنتصف الملعب وهذه بنقلة، مرت الكرة عدت هناك للأمام، لا زالت تأتي العرضية بهذه الكرة والإبعاد، تتخلص ستار جبار والإبعاد يأتي من ستار لتصل لمحمد سويعيد بعد أن تراجع بوسط الملعب. بنقلة هناك تغادر إلى خارج أرضية الملعب. كرة غادرت أرضية الملعب وتستمر هذه المحاولات بهذه الندية لهذا اللقاء خلال أحداث هذه المباراة. جانبية ستار وتعود مرة أخرى، نقلة هناك طويلة تصل عند اللاعب نهاد وتعود مرة أخرى من اللاعب لوفينو، يلعبها بوسط الملعب، نقلة من جديد هي عدت هناك لحسين من عباس بالوسط، تمضي الكرة وتعدي ما بين أقدام اللاعب مانويل، يحاول الاعتماد على المهارة. مانويل سدد والإبعاد يأتي هناك من المدافع، خلص الكرة الماضية يحيدر بهذه الطريقة وتعود من ستار لتبعد الكرة للأمام وتصل بالراس هنا لسويعيد، مر سويعيد يلعبها لمنتظر عادل، لا يقبل بالتعادل. منتظر عادل يسعى للثاني وبعيدة يا منتظر عادل إلى خارج أرضية الملعب. من منتظر عادل سدد بقوة وذهبت بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، بعيدة على مرمى الحارس عبد السليم حماد. بهذه الطريقة
وبهذا المرور بعد أن سدد نعم مرت بعيدة من فوق العارضة وغادرت أرضية الملعب. تربك الحسابات عندما يطرد لك أو منك لاعب أكيد تتغير. شاهد هناك الكلام ما بين اللاعب روبن لوفيلو واللاعب حسين عامر، قال لابد أن تكون مساند، لابد أن تتراجع، لابد أن تكون مساك، لا فقط الصعود بالهجمات، لابد أن تتراجع. فنحن 10 لاعبين ولسنا بالعدد الكامل. فهذه الكرة وصلت في الشوط الأول كان الأكثر استقرارا فريق الميناء، لكن الطرد أربك الأمور وسويعيد أصبح يتحرك بكامل الحرية ويبحث عن هدف ثاني من خلال محاولاته. سلامة للسويعيد. مع ذلك المرور والكرة غادرت أرضية الملعب. الميناء بمواجهاته نعم في موسم 2012 هو فاز على نادي الكهرباء بهدفين مقابل هدف، يوم سجل فيصل كاظم ونايف فلاح، وأيضا سجل جاسم سوادي الهدف الوحيد لنادي الكهرباء. وعلى ما يبدو هنا تغيير، على ما يبدو سيشرك اللاعب بهذه اللحظات سجاد على نعم سجاد بدلا من اللاعب مانويل. رونالدو سيترك أرضية الملعب وسجاد هو الذي سيشترك بدلا من اللاعب مانويل. رونالدو ترك أرضية الملعب وسجاد على اشترك الآن. هناك خطأ، صافرة حكم المباراة والخطأ باللقطة الماضية عند في الدكة حميد الطائي وعند أيضا أندري ألان الصناطي، منتظر قحطان، هناك أمير أحمد وحسن حامد. هذه تغييرات وحلول المدرب جرانديز، هذا في حال إذا أراد أن يحافظ على نتيجة المباراة. كانت البطاقة الصفراء على اللاعب على عبد الزهرة بعد ما وصلت الآن الكرة بنقلة وتعود مرة أخرى لمنتصف الملعب. شاهد تراجع لاعبي نادي الميناء للخلف، وهنا التقدم لنادي الكهرباء. ملعوبة الكرة للكهرباء عند اللاعب منتظر عادل، يحاول من منتظر عادل بهذه الكرة، وصلت لمنتصف الملعب تتخلص حيدر سالم، حاول وعادت مرة أخرى لمرتضى هديب. مرتضى هديب بنقلة من مرتضى هديب، دوران ما بين الأقدام عند اللاعب نهاد محمد بهذه التصويبة، تراجع والابعاد ياتي من حسين عامر سين، وتراجع لسجاد على مرتضى هديب مرة أخرى من مرتضى هديب بتصويبة وصلت للحارس عبد السليم حماد. من عبد السليم ارتدت بوسط الملعب وتعود لسويعيد. خطير سويعيد، خطير سويعيد، بعيد سويعيد، بعيد إلى خارج أرضية الملعب يا سويعيد. سويعيد بعيد باللقطة الماضية والتي غادرت أرضية الملعب يا محمد سويعيد. تلك الكرة غادرت أرضية الملعب. تخريبة اللاعب محمد سويعيد. لا زالت الأمور مستمرة بهذا التعادل ما بين نادي الميناء ونادي الكهرباء. تحدثنا بأن تقدم نادي الميناء كذلك في نفس الموسم 2012 7-12 1-0 يوم سجل كلود نكبة الهدف الوحيد، وبموسم 2013 أيضا بنفس النتيجة 1-0 سجله فيصل كاظم ذلك الهدف في شباك نادي الكهرباء. هذه وصلت الآن وعدت لمصلحة نادي الميناء. خطأ لمهند عبد الرحيم، مهند عبد الرحيم بهذه الطريقة وبهذا الخطأ من علي خالد ارتكب هذا الخطأ. وهنا لمصلحة نادي الميناء تراجع. هنا حيدر للميناء بمنتصف الملعب. هل ينجح الميناء ويسجل هدف تقدم أم يكون هدف تقدم بهذه المباراة لمصلحة الفريق الكامل بالعدد نادي الكهرباء؟ وصلت الكرة هناك عند اللاعب روبن وتمضي بتصويبة، لا لا لا، بعيدة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. الكرة بعيدة يا حيدر سالم، غادرت أرضية الملعب. نعم غادرت أرضية الملعب. تعادل مستمر
هذا عباس عادل نعمة، هو شقيق الكابتن منتظر عادل النعمة المهاجم لنادي الكهرباء. الاثنين أبناء الكابتن عادل نعمة مدرب نادي النفط. وصلت الكرة هناك، عدت منتظر عادل يحاول بهذه الكرة ونقلة من منتظر عادل وتغادر أرضية الملعب. كرة إلى خارج أرضية الملعب. يمضي كل شيء بندية هذا اللقاء ما بين نادي الكهرباء ونادي الميناء. يشترك كذلك اللاعب جيار كوفي لطيف، دخل الآن وسويعيد غادر أرضية الملعب. هذه وصلت هناك لنادي الكهرباء والإبعاد. جيار كوفي لطيف اشترك بدلا من اللاعب محمد سويعيد، وركنية أخرى لمصلحة نادي الكهرباء. خضر علي على التنفيذ، ملعوبة من خضر والكرة بالراس، يأتي الإبعاد تتخلص هنا بنقلة مرة أخرى من اللاعب جيرال، تابعتها وبهذه الطريقة تلعب إلى خارج أرضية الملعب. الكرة إلى خارج أرضية الملعب، غادرت أرضية الملعب، تهدر. محاولات مستمرة. أيضا الميناء فاز 2-1 بموسم 2017، سجل بتلك المباراة حسام إبراهيم وحسام مالك، وعلي عودة سجل ذاك الهدف الوحيد لنادي الكهرباء. أكبر نتيجة لنادي الميناء كانت على الكهرباء هي 3-1 بموسم 22. 3-7 يومها سجل عبد الله وصفي ومهدي وكذلك سالم أحمد. يوسف نبيل سجل ذلك الهدف الوحيد. هذه انتصارات نادي الميناء على نادي الكهرباء خلال اللقاءات وخلال المباريات الخمسة التي فاز بها نادي الميناء. وأكيد سنتحدث بانتصارات نادي الكهرباء التي حققها خلال مواجهاته أمام نادي الميناء. أبعدت هذه الكرة، وأيضا من اللاعب هو هذا روبن لوفيلو. توجيهات للكابتن ولي كريم. الوقت يمضي وكل شيء يمضي بندية هذا اللقاء ما بين الميناء والكهرباء. حتى الآن عادت الكهرباء بهدف التعادل لتنور طريق الكهرباء، والميناء ينتظر بأن يبحر قبطان آخر في هذه المباراة ليسجل هدف ثاني ويعلن الانتصار وكسب النقاط الثلاثة في هذه المباراة، أم يتشاركون هذه المباراة ويتقاسمون نقاطها ما بين الكهرباء والميناء. تمضي الكرة، عدت، ممكن الآن من البديل، عد بالكرة مر، ولكن هناك بطاقة صفراء. ماذا يشير حكم المباراة؟ هل احتساب ركلة جزاء أم لن تم؟ البطاقة الصفراء والبديل هذا هو جيار كوفي. بهذه الطريقة تدخل، نعم، هل يعلن عن ركلة جزاء بعد أن احتسب البطاقة الصفراء؟ وأكيد ركلة جزاء لنادي الكهرباء. يا حسين عامر، ماذا فعلت في اللقطة الماضية؟ وارتكب ذلك الخطأ. ونظرات للمدرب بابلو جرانديز عم ينتظر ماذا هناك. حكم المباراة يتكلم مع الكابتن حسين عامر. نعم، بهذه الطريقة والكلام من الكابتن بابلو جرانديز ومن سينفذ سين، وكلام مع حكم المباراة يقول هل فيها تدخل أم سيستدعي حكم الفار ويتأكد ليذهب بنفسه. ما بين الكلام حيدر سالم، تراجع، أنت أيضا لديك بطاقة صفراء، وكابتن الفريق علاء عبد الزهرة أيضا لديه بطاقة صفراء. بقي حكم المباراة مصر، نعم، ولن يتراجع في حال إذا أعطى قرار هذا إذا كان هناك خطأ بتحديد الهوية. وأكيد ستنفذ الآن ركلة الجزاء لنادي الكهرباء. إذا نشاهد بقية آمال الميناء تعتمد على خبرة وتصديات الحارس عبد السليم حماد. هل يكون المنقذ لفريقه بعد ما تقدم الميناء في الشوط الأول وكان متقدما بهدف
وعادت المباراة في الشوط الثاني لتصبح بالتعادل، وحسين الذي ارتكب خطأ. وهنا ركلة الجزاء لنادي الكهرباء. يتقدم نهاد محمد. هل سيعلن عن ثاني أهدافه لنادي الكهرباء عن طريق اللاعب نهاد محمد؟ هو بمواجهة عبد السليم حماد. عبد السليم حماد ونهاد محمد يتقدم الآن للكهرباء. الله الله يا عبد السليم، الله يا عبد السليم، فأنت في المكان السليم، وأنت بالتصدي العظيم، وأنت نجم المباراة، لتصبح هنا جحيم أمام نهاد محمد. يا عبد السليم ما شاء الله بهذا الطيران وبهذا التألق. نعم، مد جسمه بالكامل لينقذ مرمى فريقه ويتصدى لكرة الجزاء ليمنع الكهرباء من الوصول لشباك الميناء مرة ثانية. عبد السليم رائع، يتصدى لكرة الجزاء لركلة الجزاء وينقذ مرمى الميناء من هدف الثاني. وصلت الكرة، هذه ليست المرة الأولى التي يتألق بها هذا الحارس عندما تكون ركلة جزاء ويتصدى. هذه الكرة وصلت الآن بهذه اللحظات وتمضي لتعود مرة أخرى بنقلة هي عدت وللأمام. لا زالت الأمور مستمرة والتقدم أكيد أحبتي بهدف التعادل. أصبح نادي الكهرباء يطمح لتسجيل الهدف الثاني وتحصل على ركلة جزاء، لكن لن يستفيد منها، بل أضاعها نهاد محمد وتألق بها عبد السليم. سلامة اللاعب. 1 للكهرباء 1 للميناء، والمباراة لا زالت مستمرة بالتعادل، مستمرة بالتعادل بهدف لهدف بهذا التدخل. والخطأ كان هناك في اللقطة الماضية بعد أيضا مهدي هاشم، والخطأ كان على اللاعب حيدر لتلك اللقطة. لا زلنا حتى هذه اللحظات أحبتي نشاهد ونتابع الأمور لمصلحة الفريقين بالتعادل بهدف مقابل هدف. عباس إياس، من عباس إياس ملعوبة الكرة للأمام وبالراس، هنا تتخلص من الحارس محمد عباس وعادت للكهرباء مرة أخرى. نقلة للكهرباء جيار كوفي، والكرة وصلت الآن من لطيف عادت للحارس عبد السليم حماد بن عبد السليم، ولتعود هناك بنقلة مرة أخرى كيسيندا يلعبها، لا بنقلة مرت هي تعدي لمصلحة نادي الميناء بمحاولة الوصول من علاء عبد الزارة ويلعبها لسجاد علاء. نقلة علاء عبد الزارة ما بين سجاد علاء وبالراس بعيدة مرة أخرى. كرة إلى خارج أرضية الملعب. شاهد أغلب الكرات حتى الآن تهدر بهذه الطريقة. وصلت من سجاد علاء لعلاء عبد الزهرة وضاعت الكرة الماضية وغادرت أرضية الملعب. فيشاهدون يتابعون بما لديهم هذا البديل، وكذلك أيضا علاء سيترك أرضية الملعب ويشرك الصناطي. وأيضا هناك تغيير آخر بهذه اللحظات، مهند يترك أرضية الملعب وعلاء عبد الزهرة ويشرك اللاعب حميد الطائي وأندري آلان الصناطي. دفعة واحدة تغييرات المدرب. علاء أضاع تلك الكرة بعد أن وصلت لمهند ويغادر أرضية الملعب. الآن يشترك حميد رشيد الطائي وأندري آلان الصناطي الآن بهذه الدقائق المتبقية بنقلة
مرت الآن والكل يتابع ويشاهد ما يجري بالعدة الكرة هناك بنقلة وصلت لمصلحة نادي الكهرباء. واحد أحبتي للكهرباء وواحد للميناء حتى هذه اللحظات والكرة بمنتصف الملعب. هناك بنقلة وصلت ومن جديد تعود محاولة عند اللاعب حيدر يلعب باتجاه اللاعب جار كوفي لحيدر تترك الكرة. حيدر عبد الكريم نقلة من حيدر لمرتضى هديب يلعب هناك في الجهة اليمنى لعباس من عباس لستار. ستار جبار طويل الكرة يا ستار ونقلة هنا تتهيأ محاولة من خضر علي. خضر بهذه الطريقة ياتي لبعاد تتخلص من اللاعب لو فيلو. ماشية الكرة هناك العبور من اللاعب حميد أو هذا لا بتلك الطريقة يا حميد الطائي. وكان هناك خطأ على اللاعب حميد باللقطة الماضية بعد ما غادرت أرضية الملعب. منتظر رحيم على ما يبدو سيشرك الآن ومرتضى هديب اللاعب اللي راح يترك أرضية الملعب. نعم مرتضى ترك أرضية الملعب ويشرك اللاعب منتظر رحيم القادم من نادي القرمة ولعب لنادي الصناعة وأمانة بغداد. اشترك منتظر وبنقلة تعود هناك أخرى تنقطع وصافرة حكم المباراة تشير لوجود خطأ. أيضا علي رحيم اشترك علي رحيم. بدأت تغييرات المدرب ولي كريم من أجل الوصول لشباك الحارس عبد سليم. كانت هناك فرصة محققة لنادي الكهرباء من أجل التقدم بالمباراة بهدف ثاني من علامة الجزاء أضاعها اللاعب نهاد محمد. ونعم سجل التعادل وكان ممكن أن يقود فريقه بهدف ثاني بعد حصولهم على ركلة جزاء ولكن تألق بها الحارس عبد السليم حماد وأنقذ مرمى الميناء من الهدف الثاني. والبطاقة الصفراء تشار من حكم المباراة. كثرة البطاقات يا سجاد خالد بعد هذا العبور من اللاعب روبن لوفيلو وهناك ارتكاب الخطأ مع اللاعب حيدر عبد الكريم. والبطاقة الصفراء كانت على اللاعب روبن لوفيلو باللقطة الماضية. نشاهد الوقت يمضي ويداهم مجريات المباراة بهذا المكان. تحدثنا عن أكبر انتصار كان لنادي الميناء هو 3-1 والانتصار الأكبر للكهرباء في موسم 2012 كان 3-2 وما سجل أحمد حسين وفاضل مقداد. سجل أحمد حسين هدفين وكذلك سجل سلطان جاسم وحسن هادي بتلك المباراة. أيضا بموسم 2018 2-1 إيدن جونيوز سجل الهدف الوحيد. مراد محمد والسجاد رعد بتلك المباراة سجلوا أهدافها. 3-1 بموسم 2020 رحيم أولابي ومحمد إبراهيم سجل هدفين. عماد مجيد بذلك الهدف الوحيد. وبموسم 2022 أيضا محمد سلام سجل الهدف الوحيد بتلك المباراة. ثابتة الكرة الآن بهذه اللحظات بهذه الدقائق لنادي الكهرباء. نشاهد علي خالد على التنفيذ لهذه الكرة من علي ارتدت هناك بجدار الصد وأبعدت. سلامة اللاعب أولا بتسديدة قوية ارتدت برأس اللاعب. هذه تصويبة اللاعب علي خالد باللقطة الماضية لن تعبر بل أسقطت أحد لاعبي نادي الميناء حيدر. نعم حيدر سالم بهذه الكرة وبهذه الطريقة سددت الكرة. نعم برأس اللاعب أبعدت يا حيدر. سلامة لحيدر سالم. والكلام ما بين حكم المباراة وهناك نهاد محمد وعباس إياس. وقت المباراة يمضي وأيضا الفريق المعالج دخل
للاطمئنان على سلامة اللاعب، السلامة لكل لاعبينا في هذه المباراة من لاعبي نادي الميناء ولاعبي نادي الكهرباء. فاللقاء ممتع حتى هذه اللحظات، وهذه نعم ركلة الجزاء التي تصدى لها عبد سليم حماد، وبهذه الطريقة تقدم. جاء يتمشى اللاعب نهاد، لكن كان هناك كلام آخر، كان هناك إبداع، كان هناك تألق من الحارس لينقذ مرمى فريقه من هدف ثاني. عبد سليم حماد تصدى للعديد من المحاولات التي حاول بها اللاعب محمد سويعيد، وأيضا بهجمات اللاعب منتظر عادل، وكذلك من نهاد محمد سلامة لحيدر. كذلك بآخر انتصار كان لنادي الكهرباء على الميناء هو في موسم 2023 3-1. بتلك المباراة سجل أموري فيصل، وأيضا بيرقا ومحمود خليل. حسن عودة سجل ذلك الهدف الوحيد بتلك المباراة في آخر لقاء بين الفريقين، وفي موسم 2024-2023 انتهى بالتعادل بهدفين مقابل هدفين، يوم سجل ويليام جيبور وسجاد علاء، وسجل للكهرباء شافيو موموني الهدفين بتلك المباراة. هذا في آخر لقاء جمع الفريقين، نتيجة 2-2. حضرت خلال لقاءات الفريقين 3 مرات، والتعادل سلبا مرتين، وحضر التعادل لهدف مرة واحدة. فهل يكون التعادل بهذه النتيجة للمرة الثانية؟ يحضر خلال لقاءات الفريقين ومن خلال مباراة اليوم. نادي الميناء يسعى من أجل الانتصار من خلال هذه المباراة ليعلن عن 6 انتصاراته من خلال مباراة اليوم، والكهرباء كذلك يريد أن يفعلها من خلال هذا اللقاء ويحقق الانتصار الخامس. هناك ليكون لنادي الكهرباء ما يجري في المدرج، جماهير الميناء وكذلك لا، هذه الأمور مرفوضة جدا وتحدثنا بها بأكثر من مرة وبأكثر من لقاء، وهذه الأمور لا تمت الرياضة بأي صلة. حكم المباراة ينسحب ليتراجع ويطلب كذلك من مشرف المباراة الكابتن صبحي كامل، وأيضا يطالب بأن يسحب الجماهير للخلف أو ماذا. هناك رمي قناني الماء على الحكم، هذا الشيء معيب يا شباب، ولا بد أن نرتقي. توقفت المباراة بالدقائق الأخيرة. ماذا هناك يا كابتن سجاد خالد؟ لا زالت المباراة متوقفة حتى الآن، وجماهير الميناء المتواجدة بملعب المباراة لابد أن يكون هناك الاحترام متبادل، سواء كان من الجمهور من اللاعبين كذلك من الطاقم التحكيمي، وبالآخر حكم المباراة هو حكم يقود المباراة. ربما الأخطاء تكون واردة في كرة القدم، إذا أخطأ اللاعب أو إذا أخطأ الحكم أو إذا أخطأ الجمهور، فعلى الجمهور أن يعي هذه الأمور مرفوضة. حكامنا هم في خدمة الصافرة التي تدير اللقاءات الدوري نجوم العراق والمباريات. حكم المباراة أوقف اللقاء، وهنا السادة المشاهدين أمام أنظار مدرب منتخبنا الوطني كاساس المتواجد في مقصورة ملعب الزوراء مع مساعدين يشاهدوا المباراة. فلا نريد هذه الأمور تحدث في دورينا يا شباب. ماذا يقول الحكم؟ هل أنهى الأمور أم إذا لن ينسحب هناك؟ ماذا يطالب الكابتن سجاد خالد؟
لازلنا حتى هذه اللحظات نتابع ونشاهد. كذلك نادي الميناء في مباراته القادمة سيواجه نادي نوروز ولديه مباراة صعبة، وأيضا نادي ديالى يواجه نفط ميسان، والنفط سيواجه نادي كربلاء، وكذلك القاسم سيواجه نادي الزوراء، الطلبة سيواجه نادي توك، والحدود يواجه نادي إزاخ، والنجف سيواجه الكرخ، والميناء يواجه نوروز، بينما أربيل يواجه نادي القوة الجوية في دوري نجوم العراق. مباراة الطلبة وتوك مؤجلة لكون نادي توك سيلعب مباراته في بطولة كأس الأندية الخليجية، وكذلك الشرطة يلعب مباراته في دوري النخبة الآسيوي أمام نفط البصرة، مؤجلة أيضا مباراته لحساب الجولة 18 من دورينا. يعود حكم المباراة ليكمل أحداث المباراة وما تبقي من خلال هذا اللقاء. كذلك يشاهد نادي الميناء من خلال هذه المباراة وهو ب10 لاعبين ينافس أمام الكهرباء الذي يسعى من خلال هذه الدقائق المتبقية وإضافة 10 دقائق وقت إضافي بعد ما توقفت المباراة. هل ينجح الكهرباء ويسجل هدف ثاني في المباراة؟ ممكن أن يكون للكهرباء، وتعود الكرة هناك صافرة وخطأ. باللقطة الماضية لازلنا نشاهد بعد هذه التسديدة بالكرة الماضية. نعم، نادي الكهرباء انتظر مباراته في الجولة 18 سيواجه نادي القرمة، والميناء سيواجه نادي نوروز. عابد سليم حماد خلال مباريات نادي الكهرباء من خلال هذا اللقاء هو فاز ب4 مباريات، فاز على نوروز وديالى وايضا نفط ميسان وزاخو. بالوسط تعود بنقله هنا عند اللاعب البديل، يحاول المرور مهدي هاشم، عدى يا مهدي، مر مهدي بهذه الطريقة، لا زال يحاول بهذه الكرة والإبعاد، تنقطع من حسام وتعود مرة أخرى هنا عند اللاعب الصناطي، عند ريالان لحيدر، أعاد الكرة حيدر سالم ولعباس ياس بنقلة من عباس، انقطعت ومرت الكرة عالية حتى الآن لتعود لنادي الميناء، وبهذه الطريقة بهذا العبور من ستار يلعب الكرة طويلة هنا باتجاه اللاعب جيار كوفي، وصلت والإبعاد تنقطع لتعود مرة أخرى أندري، ولكن هنا الإبعاد يأتي من حسام لتعود مرة أخرى لمصلحة الكتيبة الزرقاء بهذه الطريقة، والكرة عدت وبراسية وصلت هنا بمنتصف الملعب. روبن لوفيلو مر بالكرة عدى ماشي عند اللاعب آلان الصناطي، ممكن أندري آلان، وحكم المباراة يقول لا وجود لشيء بعد أن كانت المطالبة من اللاعب أندري آلان من الصناطي، ومرت الآن نهاد، يحاول نهاد الثاني، جول ثاني، نهاد محمد ينهي الأمور بهدف ثاني لنادي الكهرباء بعد أن أضاع ركلة الجزاء، ينجح الآن ويسجل الهدف الثاني بالمباراة، ثاني أهداف المباراة للكهرباء من هذه الكرة وبهذه الطريقة مشابهة للهدف الأول، أيضا كانت بأسيست جميل من منتصف الملعب، والآن بهذه الطريقة يسجل الهدف الثاني للاعب نهاد محمد، يضع الكهرباء في مقدمة المباراة. الاندفاع الزائد كلف الميناء هدف ثاني في المباراة. أنت تلعب ب10 لاعبين ودون الرقابة لهذا اللاعب الموهوب، هو سجل الهدف التعادل لفريقه، أضاع ركلة جزاء، ومن ثم عاد ليسجل هدف ثاني لفريقه بالوقت الإضافي. أن تترك مثل هكذا لاعب موهوب، مثل هكذا مهاجم يتقدم دون رقابة دفاعية، وأنت تلعب ب10 لاعبين، أكيد
أضعت الكثير، لا بد أن تتقبل الأمور. كان من الممكن أن يكون هناك رقابة مع اللاعب نهاد محمد بعد أن مرت تلك الكرة بذلك الأسيست الجميل ووصلت عند اللاعب نهاد محمد بعد التقدم، وأعلن عن الهدف الثاني لفريقه لتصبح النتيجة 2-1. الآن أصبح نادي الميناء يبحث عن هدف التعادل بهذه الكرة، وصلت هي عدت وبنقلة هناك الإبعاد تتخلص من عباس إياس، عادت بمنتصف الملعب لحيدر، تعود نقلة مرة أخرى، موصلة العبور بهذه الكرة عند هذا اللاعب بهذه الطريقة وبهذه المحاولة من البديل. منتظر رحيم، عدت يا منتظر والإبعاد يأتي لتعود مرة أخرى. حسين عامر يلعبها، أندري الآن من الصناطي لروبن لوفيلو، عد لأندري، وصلت هناك لا بهذا التدخل والخطأ سلامة اللاعب سجاد على هناك خطأ في اللقطة الماضية، لذلك الخطأ للاعب سجاد والخطأ على اللاعب حسام كاظم بهذه الدقائق. حسام كاظم تلقى بطاقة، كل شيء يمضي أم لا؟ كانت البطاقة على اللاعب البديل علي رحيم، هذه بنقلة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب تمضي وكل شيء مستمر حتى الآن. أحبتي دقائق قليلة متبقية من الوقت الإضافي، هل ينجح نادي الميناء ويعدل نتيجة المباراة؟ نشاهد، نترقب، فكل شيء ممكن في كرة القدم. أحيانا بلحظات يأتي هدف ويغير المعادلة للمباراة من تقدم إلى تعادل، أو ممكن أن يكون هناك هدف ثالث من خلال هذه المحاولات. هي عادت عند المدافع من روبن لوفيلو، يلعبها الآن أندري الآن وحسام قريب. حسام كاظم خلص الكرة إلى خارج أرضية الملعب، أبعدت. حسام كاظم أبعد هذه الكرة إلى خارج أرضية الملعب. يريد الكهرباء أن يعوض عن المباراة السابقة التي خسرها أمام نادي الحدود بهدفين مقابل هدف، وبينما نادي الميناء الذي تعادل في المباراة الماضية أمام نادي هوك بهدف مقابل لا شيء. كانت نعم المباراة بشوطها الأول جميلة بالنسبة للميناء عندما تقدم فيها بهدف اللاعب علاء عبد الزهرة، وعادت حتى الشوط الثاني حتى الدقيقة 58 وعادت بالتعادل بعد طرد اللاعب حميد علي. وهنا بطاقة صفراء تشهر من حكم المباراة على اللاعب حيدر عبد الكريم. البطاقة الصفراء تشهر من حكم المباراة على هذا اللاعب. صفراء، كثرة البطاقات بهذه المباراة. نشاهد حتى الآن وبهذه التوجيهات هذا نهاد محمد. لازلنا نترقب بطاقة صفراء على اللاعب نهاد، بطاقة صفراء على اللاعب نهاد محمد. تراجع يا نهاد ودعك من الكلام. وبهذه اللحظات المتبقية هدفين لنادي الكهرباء، واحد لنادي الميناء. ملعوبة الكرة ب10 لاعبين الميناء، يحاول جاهدا بأن يعدل نتيجة المباراة، لكن الكهرباء بعد أن أضاع ركلة الجزاء عاد عن طريق اللاعب هو ذاته التي أضاع، والذي أضاع عفوا ركلة الجزاء نهاد محمد، عاد ليسجل الهدف الثاني لفريقه لتصبح النتيجة 2-1 بعد ما وصلت الآن روبن لوفيلو والكرة بمنتهى الكهرباء، لكن كرة نهائية مرة تتخلص وتعود من علي. وهناك خطأ، الخطأ والمباراة لازم حتى هذه اللحظات. سلامة اللاعب عباس عادل باللقطة الماضية بعد هذا التدخل من اللاعب حميد الطائي، حميد رشيد. لن يبقى إلا ثواني من الوقت الإضافي وتعلن صافرة النهاية
القريب في واقع نتيجة المباراة. الكهرباء المتقدم بهدفين مقابل هدف. تتخلص بينما يسعى الميناء من أجل التعديل، ويسعى الكهرباء من أجل الاحتفال بالنقاط الثلاثة لهذه اللحظات المتبقية. جيرالد يلعبها طويلة، مرت وللأمام، كرة بنقلة، هي تعود بمنتصف الملعب، والآن عند اللاعب حيدر عبد الكريم. شن الهجوم للكتيبة البرتغالية للكهرباء، يريد أن ينير طريق المباراة بهدف ثالث، لكن انقطعت. وهناك راية المساعد مصطفى عبد الرزاق. هذا جيار لطيف، ملعوبة الكرة وبالراس، تتخلص. هنا نقلة للأمام قريبة من جيرالد، ويحاول جيار كوفي، ملعوبة الكرة الآن. حيدر من حيدر سالم، أمامية طويلة للميناء، للسفانة، ملعوبة الكرة وبالراس أخرى لستار. جبار يا ستار بمنتصف الملعب، وحميد الطائي يحاول، بينما الكرة انقطعت بوسط الملعب لحيدر عبد الكريم. حيدر عبد الكريم لا زالت مستمرة. نعم، مباراة الكرخة أمام الحدود انتهت بالتعادل بهدف مقابل هدف، ولا زالت بهذه اللحظات المتبقية يأتي الإبعاد بهذه الطريقة، وتأتي صافرة النهاية لأحداث المباراة بفوز نادي الكهرباء بهدفين مقابل هدف. مبارك لنادي الكهرباء وهارد لك لنادي الميناء. يرتفع رصيد الكهرباء ويرتقي بسلم الترتيب للمركز الثاني عشر، ويتراجع الميناء للمركز الرابع عشر. إذا مبارك للكهرباء وهارد لك للميناء، على أمل أن ألتقيكم في يوم آخر ومباراة أخرى على بركة الله. تقبلوا تحياتي معلق المباراة حسين السعدي